صاحب الشركه دي هو بيحط نفسه مش رقم واحد، هو بيحط رقم صفر. اقدر بس ازاي امسك خط الانتاج من اوله، يبقى بدل ما يبقى فيه معمل انا المعمل. عدد الموظفين اللي في كيور دنتال او يعني عدد الموظفين والدكاتره ما شاء الله وصل يعني كام؟ تقريبا داخلين على 300 او اكتر كمان. حاجه انت كنت بتفكر أنا تستثمر كنت فيها بفكر بعيد عن أعمل- المجال خالص؟ يمكن ان شاء الله نعمل قريه سياحيه صغيره كده. قريه سياحيه. قريه كيور دنتال بتخدم كام عيان في اليوم؟ تقريبا احنا هنتكلم في 500 عيان تقريبا في اليوم. طيب ده ما شاء الله مرعب يعني. كانت الزرعه تقريبا 200 جنيه والله ساعتها يعني. فانا كنت بوقف على عيان ب 600 جنيه. في ناس بتوصل لمرحله كده تقول لك لا انا مش قادر اخد عدد العيانين ده كله في اليوم. الناس كتير دكاتره ممكن تبقى شاطره جدا تالنت جدا بس ما تعرفش تعمل دايجنوز كويس. ابتديت اكيد الجامعه ما عرفتكش الحاجات دي بصعوبه بتيجي ساعات في مصلحتك. في نفس الوقت اللي الدنيا ضاقت عليك انت بتفكر افتح عدد جديد. فتحت مصر الجديده ومعادي ماشي، وفتحت معاها كل ده في 2020 خلاص كل الفلوس اللي معايا والدنيا قافله ومفيش عيانين ومفيش اي حاجه. انا راجل تكنيكال شاطر بس انا مدير مش شاطر. التوسع ده، توسع الفروع ده فخ. الشغل بتاعي في مصر ما يقارنش بالشغل بتاعي في تركيا ولا في دبي حتى. انا كريم حجازي وده تراي جروب بودكاست. ضيفنا النهارده صاحب واحد من اهم مراكز طب الاسنان والاكثر انتشارا في مصر، صاحب بصمه مميزه في السياحه العلاجيه في مصر، صاحب رؤيه بعيده المدى وخطوات مميزه على ارض الواقع. اسعاره العلاجيه مصدر جدل كبير في الوسط الطبي على الرغم من انه عنده اعلى الامكانيات في المركز الطبي بتاعه. ضيفنا حصل على ماجستير زراعة الاسنان القصر العيني. ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا النهارده دكتور خالد ماهر، وهو صاحب مراكز كيور دنتال سنتر. ازيك يا دكتور خالد؟ ازيك يا باشمهندس، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب والناس كلها طيبه بخير. انا سعيد جدا ان انت نورتنا وشرفتنا النهارده واديتنا جزء من وقتك. انا عارف مشغولياتك كتيره. لا ازاي، انت عارف ان انت عزيز عليا جدا جدا والله. تسلم. وعايز اقول لك انه من ساعه ما يعني اتفقنا ان في بودكاست هيجمعنا وانا عندي كم من الاسئله حابين يعرفوا عنك حاجات كتير جدا. يا سلام، احنا علينا ليك. تسلم يا دكتور خالد. طيب حابين نعرف عنك لانك عامل حاله كده مميزه الناس كلها بتسال عليها وبتسال ازاي اتعملت، فحابين نعرف منك ازاي بدأنا، مشينا ازاي، وصلنا للخطوات اللي احنا وصلنا لها دي ازاي. حابين نعرف من البدايه كده ايه تعريفك للنجاح، وبعد كده نخش نتكلم بقى في الاسئله بتاعتنا. يعني معروف تعريف النجاح دي ممكن عليه جدل كبير قوي. يعني في ناس بتتكلم على الناحيه الماديه، ناس بتتكلم على الناحيه المعنويه. انا ما اعرفش، بحس ان النجاح الانتشار والسمعه الطيبه. يعني كل ما انت كنت منتشر يعني والناس كتير عارفه عنك، وفي نفس الوقت الناس الكتير دي بتتكلم عنك بحاجه طيبه، او سواء مردود من الدكاتره او من المرضى، يعني الاثنين، يبقى انت دايما حتى الدكتور اشتغل معاك حتى لو ما كملش شغل معاك يبقى مبسوط ان هو كان موجود في المنظومه دي. ان برضو المرضى لو تقدم لهم خدمه كويسه يبقى مبسوط ان هو يبقى منتمي للمكان. يعني انا بقول كل دكتور سر نجاحه انه يبقى عنده بيزة عريضه من الناس. تمام. طيب انا يعني من خلال معرفتي لحضرتك احنا تقريبا نعرف بعض من 2018 2017 حاجه قبل كده كمان. فكان جمعنا اول مركز حضرتك كنت بتعمله ساعتها يعني في المهندسين. النهارده ما شاء الله كيور دنتال عندها 7 فروع والثامن جاي اهو كمان ما شاء الله. عدد الموظفين اللي في كيور دنتال او يعني عدد الموظفين والدكاتره ما شاء الله وصل يعني تقريبا داخلين على 300 او اكتر كمان. 300 موظف يعني بين كل ريسبشن وتمريض واسيستنت ودكاتره كبار يعني الحمد لله. انا بقول ان ربنا يعني وفقه في حاجات كتير، وكان في دايما الواحد حظه حلو انه الصحبه الطيبه كانت كويسه. يعني انت يمكن انت ما تعرفش ان انا بس معظم الدكاتره اللي ماسكين الفروع هم دفعتي اصلا، يعني اصحابي يعني ان احنا وكملنا بالظبط كده. طيب حابين نرجع، بما انك ذكرت قصه الجامعه، نرجع شويه لفتره الجامعه. عايزين نعرف انت دخلت اسنان ازاي، هل كنت حابب الطب اسنان ولا لا، ولا مجموعك هو اللي جابك لطب اسنان؟ يعني كلمني شويه عن الفتره. هقول لك، انا اصلا والدي دكتور سنان، يعني يمكن ناس كتير ما تعرفش القصه دي. والدي دكتور سنان خريج 67 ربنا يديله الصحه. يعني الراجل يعني وعزيز عليا جدا، وهو يعني المثل الاعلى. نعم احنا ما اشتغلناش مع بعض خالص. احنا والدي سافر بره مصر سنه 76 ورجع 2010 تقريبا. بس يعني انا لما جبت مجموعه ثانويه عامه جبت مجموع عالي. اخواتي الاثنين الكبار كانوا في طب بشري، قالوا لي اوعى تدخل طب. انا يعني اخواتي الكبار
يعني هم كانوا دايما بياخدوا الصدمه ويقولوا لي اوعى تاخدها زي ده. يعني هم كانوا دايما ياخدوا الخبرات وبعدين ينقلوها لك. يعني انا عايز اقول لك ده في كل حاجه يعني. يعني كنت دايما هم اتجوزوا بدري اتجوزت متاخر، يعني كل اللي بتاع خدوها هم في الشوم الاول وبعد كده انا هم كانوا بيدوقوا الاول وبعدين يقولوا لك على حاجه. دي حقيقه. تمام. طيب حضرتك دخلت الجامعه سنه كام؟ احنا دخلت 2002 وطلعت 2007. تمام. دفعه 2007. وانا اخواتي بقى زي ما قلت لك دخلت، يعني كان مجموعي دخلني بشري عادي وهم قالوا لي اوعى تدخل طب بشري يعني. جامعه ايه؟ جامعه القاهره قصر عيني طبعا. يعني قصر عيني مقبره الغزاة زي ما بيقولوا. يعني مفيش نعود اليها يعني. أيوة. جامعه القاهره والقصر عيني ده يعني بيتي يعني. وبدات وخلصت الجامعه الدنيا مشيت تمام. بعد ما خلصت الجامعه عملت ايه بعد كده؟ اقول لك عملت ايه. عملت حاجات كتير يعني. انا اول طبعا ما خلصت الجامعه يعني احنا خلصنا في شهر 6 الامتحانات، انا في شهر 1/7 كنت شغال في مستوصف على طول. بتعمل ايه مش عارف يعني. وكان يعني لسه عندك جيش؟ كان عندي جيش وكان لسه ما دخلتش امتياز اصلا. يعني احنا دخلت امتياز لسه بعديها في شهر 11. يعني انا قعدت 4 شهور يعني. ما كانش الواحد لسه متعلم قوي او الدنيا، بس يعني اللي هو اثبات وجود. يعني انا لازم هبقى موجود، عايز اروح اشوف الدنيا بتقول ايه. يعني الطريقين اللي كانوا ماشيين في ساعتها ان هو الطريق الاولاني ان احنا في المستوصف زي ما قلنا، والطريق التاني ان انا كنت طبعا والدي رشح لي دكتور صاحبه قال لي ده دكتور محمد عاصم، يعني اللي هو الطبيب محمد عاصم يعني ربنا يديه الصحه. أيوة. هو لسه شغال حتى هذه اللحظه يعني. ده ابويا الروحي يعني. ده ادين ليه بالفضل تما يعني. طبعا هو كانوا شغالين في الفتره دي كل الحاجات اللي انا كنت بشوفها في العياده، وهو طبعا يعني كنت لسه اساسا بتفرج بس. كنت راح اطبقها بقى في المستوصف على طول يعني، سواء بقى اكستراكشن يعني الحاجات الاندو لسه كنا لسه الواحد ما خدش على الاندو قوي. في كل الحاجات اللي كان بيشوفها كان يقدر يطبقها بشكل او باخر في المستوصف. حلو. دي حقيقه. عديت بفتره في المستوصف كتدريب ومع الدكتور برضو كاسيستنت. بالظبط على نهايه الامتياز الدنيا ماشيه ازاي بالظبط. يعني كان عندنا مثلا تقريبا حوالي سنه ونص كان الواحد قادر يبقى ان هو يعني يبقى في شغل وبقى في عيانين بيطلبوك. يعني بدات في عين شمس طبعا. دي كانت اول عياده بقى بعد ما ده كان المستوصف اللي اول. لسه كل ده في المستوصف. ولما دخلت الجيش انا كان برضو يعني كان الناس هتوصي عليك في الجيش وبتاع. قالوا لي طب انت عايز ايه في الجيش؟ انا عايز اي حته فيها شغل يعني. انا ما عنديش اي مشكله خالص، ودوني حته اشتغل. فعلا ده اللي حصل. رحت مستشفى احمد جلال. رحت مستشفى احمد جلال. تقريبا كنتش بروح يعني. شغالين هناك وشغال الاسنان. دكاتره البشري طبعا ادلهم اللي كانوا معايا دفعتي كانوا معايا في الجيش يعني. كانوا معايا 4 دكاتره شاطرين جدا، واحد عظام وواحد اطفال وواحد بطنه ودكتور تخدير. دول اللي يعني كانوا بيطيحوا في الارض فاساسا كانوا هم برضو متعينين نواب ومتعينين بقى في الجامعه بياخدوا اول سنه نيابه وبعد كده يروحوا الجيش. فكانوا بقى عندهم شغف رهيب. الناس دي الله بفضل بحب العلم اللي انا كنت يعني اي حاجه ما كنت معاهم. يعني مثلا عمليات عظم مثلا مش لاقيين حد يقف معاهم اساسا، تعالى يا خالد معانا اقف معانا اقف هنا. ونفس الحكايه بقى احنا العمليات اللي هي مثلا كان بيجي لنا تروما وحاجات زي كده فيشل تروما وحاجات كده ويقفوا معانا ويقفوا ونتعلم ونشوف. وارجع للدكتور محمد عاصم طبعا احنا كنا نعمل ايه في الحاله دي، طب اعملوا كذا ركبوا ارشبارات مش عارف ايه. اتعلمت جدا جدا في الفتره دي. وفي الفتره دي برضو عرفت ان انا اقدم ساعتها على ماستر بروثيز جامعه قناه السويس. وقدمت فعلا ماستر بروثيز واتقبلت وفضلت ماشي ونجحت الاول فيرست والسكند. وقفت بقى عند الرساله لان طبعا انت عارف موضوع الرساله لازم رايح جاي كتير والواحد ايه ما كانش في وقت بقى خلاص للكلام ده. فيعني خدنا هولد الفتره دي بس اتعلمت بقى يعني. خدت العلم الفتره دي انا شايفها بتاعت سنه الجيش دي الامتياز وسنه الجيش دي اكتر فتره اتعلمت فيها العلم الحقيقي يعني. ممكن في الكليه عملي وفي نفس الوقت بقى كان دكاترتنا اللي انا كنت بشتغل معاهم حتى يعني اشتغلت مع كذا دكتور كبير ما كانوش بيبخلوا على الواحد بالعلم. كانوا بيقولوا لك يعني يقول لك ذاكر من هنا المرجع ده ذاكره مثلا حاجات كليان في الحاجات الماينور سيرجري يعني كل الكتب الاساسيه اللي احنا اللي تبقى انت عارف خط سيرك ايه. الواحد برضو هو دي الريفرنس بالظبط والدايجنوز يعني الناس كتير دكاتره ممكن تبقى شاطره جدا تالنت جدا بس ما تعرفش تعمل دايجنوز كويس. انا عايز اقول لحضرتك ان فتره الجيش دي في ناس كتير قوي بتفتكرها سنه ضايعه. دي حقيقه. وانا كنت انا نفسي كنت بتمنى وانا بكشف وانا داخل ان انا يبقى عندي اي حاجه عشان ما اخش الجيش عشان اخرج.
وسبحان الله. بس لما دخلت استغلتها استغلال كويس. بالظبط. وربنا كرم جدا جدا في ان انا قدرت ان انا اروح المستشفى، كرم جدا ان انا اقدر اشتغل، كرم جدا ان انا كان معايا مثلا دكتور كامل ربنا يديله الصحه، كان بتاع بروثيز بيعمل ارتفيشال اي وارتفيشال اير، ويعني كان بيعمل شغل رهيب بروثيز. هو اللي قال لي قدم بروثيزس، علمني، كان شايف فيا حاجه ان انا يعني ما بسكتش، عمال الف وادور افرك طول الوقت. وهو يعني وطبعا دكتور عاصم احنا كنا بنخلص العياده. يعني انا كنت عايز اقول لك على حاجه، انا كنت بروح الجيش بشنطه هدومي، كنت مبيت اروح مثلا 6 الصبح، اخلص الجيش 3 المستشفى، اطلع عند الدكتور عاصم بيشتغل من الساعه 5 بالليل، من 5 العصر 5 الفجر ما شاء الله. فاخلص انام لي ساعه في الميكروباص في اي حته، وممكن انام وانا قاعد، انام في اي حته، وبعد كده اكمل الجيش، وهكذا بقى سنه كامله 365 يوم بدون انقطاع. بس انا كنت حاسس من كلامك ان انت كنت مبسوط في الفتره دي، مش قوي يعني دي من اكثر فترات السعاده في حياتي. كنت بتعلم، وبعدين بقى فاينانشال وايز يعني كان بدا يتحسن، وبقيت اشتغل وبقيت اطلع فلوس كويسه لحد ما. وانا في الجيش، ما انا كنت بشتغل بقى مع دكتور عاصم باخد مرتب، وفي المستوصف برضو في الايام اللي بروحها باخد مرتب يعني كده الجيش دكتور عاصم ومستوصف 3 ومصاريفي زيرو بقى، يعني ميكروباصك بقى وانت رايح وانت جاي، واكل وشرب عند الجيش في الجيش وقاعد بقى ونام في الميكروباص والدنيا تمام، مفيش اي حاجه ولا بقى، واهلي بايعيني والدنيا ميمي. بتعلم في الجيش كده فهم عارفين ان انت مش موجود، ما حدش بيدور عليا بقى. صحيح. بس طيب وخلصت سنه الجيش بقى حلوها ومرها، بس انا اعتقد ان هي كانت حلوها كلها يعني طبعا المر بقى ان انت كان ليك يومين خدمه تقف بقى فيهم على السلاح بتاع لا كنت بنام يعني فيهم اول ما اشوف السلاح ده اريح كده اريح دي حقيقة. طيب خلصت القصه بتاعت الجيش بالفتره دي بالزبط. بعد كده ابتديت تشوف بقى انا خلصت انا فري دلوقتي بالظبط. وبعد كده طبعا خدت التكليف في الفيوم. والفتره دي برضو كانت مستشفى كنت واخدها في مستشفى مركز البندر في الفيوم، مستشفى اسمها الشيخ حسن، مركز الشيخ حسن. وطبعا هم ما كانش عندهم امكانيات خالص طبعا زي اي مراكز. عملت ايه بقى؟ لان معظم كنت الناس بجيب الحاجتي معايا، يعني كنت بجيب برضو عشان تشتغل حاجه الاندو طبعا، لان انا كنت يعني مصمم حاطط ان الاندو لازم تتعلم، مفيش دكتور بقى. كانت ساعتها ظهر بقى الاندو الروتري ظهر وبتاع، يعني كانش حتى لسه ظهر، بس يعني هو ايه، كان لازم تعمل مانوال كويس قوي عشان تعرف انت تفهم كونسبت الاندو مظبوط عشان تعرف تشتغل. وكان اللي بيشتغل اندو كويس ساعتها في الوقت ده مش كتير. فكانت دكاتره كبيره تقريبا ما كانتش لسه عدى عليها علم الاندو قوي في وقتها، الكلام ده على 2009 2010. فكان اللي بيشتغل اندو ده يعني فرخه بكشك. فرخه بكشك بيروح يشتغل في اي حته. يعني اكتر من السيرجري والاكستراكشن، يعني كان بيزك اللي يعمل اكستراكشن كويس ويعمل اندو كويس، ده انت كده شغال في اي حته. ايدك هتمشي شويه بقى في الريدكشن والكراون، والدنيا هتمشي معاك حلو. فانت كنت برضو ستيل، يعني انا عايز اقول لك ان في ناس بتروح الوحدات الصحيه دي او التكليف ده، هو ما بيصدق ان هو في خلع كده وخلاص، وقضينا السنه ولا السنتين اللي احنا قاعدينهم وخلاص وبنمشي. لا فانت خدت ادواتك معاك ورحت بيها علشان تكمل شغل. وانا عايز اقول لك ان انا مشيت من هناك بسبب الشغل. يعني انا عايز اشتغل وهم مش عايزين يشتغلوا. مش بس كده، انا يعني اليوم اللي مشيت فيه كنت انا فاكر كويس ان انا كان عندي سيست، كان في لور انتيرز فيهم سيست كبير، فعملت اندو، وبعد الاندو فتحت فلاب وشلت السيست وعملت بيسكتومي. ودخل عليا واحد ما عرفوش خالص، انت بتعمل ايه؟ انا مش خايف يكون يجي لي عين نزيف. ما اعرفش، لقيت الراجل بيتكلم كلام غريب كده، وايه نزيف وانت مش عارف مين ايه ده. فبسالهم قالوا مين الراجل ده؟ قالوا لي ده مسؤول التغذيه. يعني مش دكتور اصلا، يعني ده تفتيش بتاع التغذيه. فطبعا شتمته يعني تقريبا قتلته، يعني خلصت عليه يعني خلصت عليه. وبعد كده بقى انا اللي ضايقني ان مدير المركز بيدافع عنه وبيقول لي بقى احنا هنعمل مذكره، وانت ازاي الراجل يا جدعان بقول نعمل عمليه كريتيكال لبنت عندها 12 سنه ولا 13 سنه، انتوا بتتكلموا في ايه ونزيف ايه وانتوا هو مش فاهم. اديني حتى بقى يعني اتكلم معاه نقدر نتكلم كلام طبي يعني او اي حاجه. لا ما فيش، اصل ده وده ورق وبروتوكولات وكلام بقى، انت عارف انت الجو ده مش عايز بقى. شكرا شكرا انا هتنقلوني مصر. لا احنا محتاجينك هنا، شكرا مش عايز خالص. اختفيت يعني مش جاي تاني.
وفعلا ده اللي حصل يعني. دي كانت 2011 دي، كل سنه وأنت طيب يعني. ما رحتش تاني بقى الحكومه. وبعد كده ابتديت تشوف بقى حاجه تانية بقى، انا خلاص انا هقعد في القاهره بقى اشوف هقعد بقى في القاهره، وانا كنت بروح واجي يعني. انا كنتش قاعد في الفيوم، كنت بروح اصلا واجي. حضرتك من سكان القاهره اصلا؟ من سكان القاهره، وكنت بروح الفيوم وارجع. تمام. وبعد كده قعدت بقى في القاهره بقى. المستوصف اشتغل كويس قوي. فطبعا بتاع عين شمس. بتاع عين شمس. واحد صاحبي بقى مجدي كان هو اللي جاب لي المستوصف اصلا. قلت له ما تيجي انا وانت نفتح حاجه بقى، نفتح عياده بقى، احنا مالناش دعوه بالكلام ده. نتعبنا طبعا من زي القصة اي ناس اشرار فتحنا العياده جنب المستوصف على طول عشان ناخد بقى العيانين اللي هنا ايه يقولنا دي حقيقه يعني. الف ب انت عارف الدكاتره. طبعا يعني طبعا الناس بتوع المستوصف زعلوا جدا وقتها. والواحد ما كان صغير برضو، ما كانش يعني لو كان ممكن يتعمل باشيك من كده، او الواحد يستاذن الناس صحيح. اللي موجوده او كده. الكلام ده كان في 2012 11. فتحنا العياده 2011. ده كان بعد الثوره بقى على طول. بعد الثوره على طول. وعايز اقول لك يعني برضو الوقت ده كان وقت صعب جدا. وقت صعب جدا. بس عايز اقول لك ان دايما الصعوبه بتيجي ساعات في مصلحتك يعني. يمكن لما تيجي احداث كتير هقول لك حاجه زي كده. ان وقت الثوره ده الناس كانت بتخاف، الدكاتره بتخاف تروح العياده. وانا هوملس، انا ماليش، قاعد انا في الشارع، قاعد في الشارع طول الوقت. انا اصلا بعرفش اقعد في البيت 24/7، ابقى قاعد في الشارع. فطبعا طلعت بقى العياده شغال. كنت العياده تقريبا من وسط مثلا شارع مصطفى حافظ ده في مثلا 100 عياده مثلا. في نفس العماره اكيد. في لا يعني ما كانش زي ايام دلوقتي، بس هو كان شارع تجاري قوي. فكان الحته دي مليانه. فكانت 3 مثلا اللي بيبقوا شغالين. وطبعا في عين شمس ما فيش حظر ولا فيش الكلام ده خالص. احنا هو اصلا بيبداوا حياتهم بعد 6 بالليل. صحيح. يعني بعد الحظر بيبداوا هم حياتهم. وزحمه بقى وشوارع وناس بتبيع فطبعا كان عندي بقى شغاله. فكان عندي شغل رهيب يعني. كنت ببدا العياده مثلا الساعه 6 بالليل، هم ما بيصحوش الصبح. تبدا عياده 6 بالليل واخلص مثلا الساعه 3 4 الفجر. شغال شغل مستمر قاتل يعني. وبعدين العياده كانت تشتغل كل حاجه، تشتغل اندو، تشتغل وامبلانت. انا عايز اقول لك يعني ان انا يعني العياده دي كان ساعتها الزراعات المصري توت كانت لسه ظاهره يعني. وقتها كانت موجوده. وكانوا عاملين زرعه سنجل بيس كانت خطيره وقتها. كانت الزرعه تقريبا 200 جنيه والله ساعتها يعني. فانا كنت بوقفها ايام ب 600 جنيه. كان البريدج يعني الزرعه ب 200 جنيه وانت بتخلصها للايام ب 600 جنيه. كان الكراون في المعمل ب 80 جنيه. الكراون بي اف ام كان بيتعمل في المعمل ب 80 جنيه. انا تمام، انا اتعشت، انا مش عايز حاجه تاني. 600 جنيه انا مش عايز اي حاجه. فكان تكلفه البريدج اغلى بكتير. البريدج اغلى بقى، اغلى بكتير قوي يعني. كان بالظبط على انه يعمل امبلانت. وبعدين ايه بقى، ده كانت سنجل بيس يعني ميديات لودنج على طول. تزرع الزرعه، تخلع وتزرع او ما فيش خلع يعني. هي سنجل بيس كلها على بعض حته واحده. ويا دوبك تحط حته كومبوزيت كده 3 شهور. وبعد 3 شهور يجي تشيل الكومبوزيت تعمل كراون وكل سنه طيب. والعين ندفع 300 دلوقتي 300 المره الجايه واحنا تمام كده وكلنا متعشين. وعايز اقول لك ان ده الكلام ده يا جماعه في 2012. 2012 ده يعني ملوش علاقه دلوقتي خالص. لا ملوش علاقه دلوقتي خالص. بس عايز اقول لك ان الزراعات زمان كانت اغلى من دلوقتي يعني. نسبه تناسب بالدولار. الكونسبت كان لسه زراعات لسه جديده. وكان كل اللي موجود في مصر 3-4 شركات. بالظبط. كان كميه الافيلبل في مصر كان قليل فطبعا كل واحد وشركات كلها كانت غاليه. انكلوز وزيمر ويعني شركات كبيره. وكانت الزراعات مثلا انا فاكر ان كان في زراعه ب 4000 جنيه وقتها. 4000 جنيه ده كان ساعتها 600 جنيه دي. تخيل بقى الزرع. لا الزرعه نفسها من يعني لسه هتوقفها العيان بكام. فلما جه رفاعي وفيها توت كانت بدايه قويه قوي ليهم. بس هم بقى يعني ما كملوش التطور اللي حصل في الزراعه. فهم يعني الموضوع عندهم قل شويه طبعا. فابتديت انت تشتغل وتعمل حاجات مختلفه في عين شمس ما كانتش بتتعمل زي الزراعه مثلا. الزراعه هم ما كانوش يسمعوا عنها يعني ايه تخيل. يعني ايه بقى خلعت خلاص وخلاص. ولا واقصى طموحه يعمل بريدج يعني. هو ما كانش يعرف ايه الزراعه دي خالص. فجيب بقى بكونسيبت جديد وانت الوحيد اللي شغال الكونسيبت ده. وفي حظر وفي بتاع وانت شغال كله بقى. انت قاعد في العياده شغال يعني. لدرجه ان ايه ان الواحد يعني الوقت ده كان معاه فلوس بقى كتير. والدنيا بقى والحياه حلوت.
فوت وطبعا ده بجانب شغل مع دكتور عاصم. يعني دكتور عاصم أكيد. انا سبته 2016 يعني. وساعتها كنت بدأت في الماجستير او بدأت في لا الماجستير بعد حاجات بقى الإمبلانت؟ 2015 بقى حاجات ماستر الزراعة. الامبلانت. بدانا 2015 طب ماستر يعني ابتديت اكيد الجامعه ما عرفتكش الحاجات دي، ولا الدكتور عاصم هو لا اللي دكتور كان عاصم بقى ربنا يديله الصحه هو اللي كان اداك دي كان البدايه. وطبعا بقى مع التطور اللي حصل والديجيتال والحاجات دي طبعا بقى الدنيا ماستر اضاف لك بقى كتير قوي بقى ان انت كنت مش عارف الكونسبتس بين الزرعه والزرعه قد ايه، بين الزرعه والسن قد ايه، اللودنج امتى، شكل الامبلانت كويس، انت الانجليشن كان مهم. انت كان في ساعتها ان انت تحط زرعه جوه عظمه خلاص، ما كانش بقى عندك الافكار اللي موجوده دلوقتي. الماستر بقى النولج طبعا فرقت كتير جدا. فبدات انت تعمل القصص الامبلانت والحاجات دي، فكنت مختلف في عين شمس، وابتديت تمشي كده فتره طويله بالزبط. لحد ما ابتديت تحس ان لا احنا محتاجين ناخد خطوه اكبر. قلت بقى انا خلاص، انا يعني خلاص الشغل الشعبي كويس وكل حاجه. وكان طبعا يعني كان مثلا اليوم بيصفصف عليه ب 1000 جنيه مكسب، وده كان كتير قوي وقتها. يعني انا كانت قسط عربيتي 400 جنيه يعني الواحد يعني كان ده رقم كبير قوي قوي. وبعدين قلت بقى خلاص احنا الواحد يشتغل مظبوط، وعشان يكبر مش هيعرف يشتغل في المكان ده. طب نفتح عياده فين؟ فطبعا انا ساكن في بين مصر الجديده ومدينه نصر. انا ساكن مصر الجديده ومدينه نصر. قلت لا انا لازم يبقى حته بعيده خالص عن دكتور عاصم. يعني الدكتور اللي انا اشتغلت معاه فاتح في مصر الجديده. في مصر الجديده مستحيل ان انا ابقى في حتى مش هعمل بقى نفس القصه بتاعت المستوصف. لا هو يعني ابويا يعني فاللي هو بقى لازم ابعد خالص. وبعدين شفت كذا مكان بس ما كانوش عاجبيني خالص. بعدين سبحان الله راجل وانا بشوف عنده العياده قال لي طب بص انا في بولي كلينيك في المهندسين عندهم اوضه فاضيه حلو تعالى شوف. بس مهندسين بالنسبه لك كده انت غيرت المكان تماما، غيرت كل حاجه يعني وانا ساكن في مدينه نصر الجديده هي دي الاريا بتاعتك فانت غيرتها خالص مهندسين. وعايز اقول لك وانا رايح كل الناس قالوا لي لا عشان المهندسين وقالوا لي الدكاتره اللي هناك كبيره وتقيله وليها اساميها وانت هتعمل ايه هناك. وكان الايجار 2000 جنيه و2000 جنيه ده كان كتير قوي 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 وقتها. يعني كان ايجار اصلا عياده عين شمس 400 جنيه العياده زي قسط العربيه. زي قسط العربيه بالظبط. فانت وبعدين ايه بقى 2013 بقى وده برضو كان معاك شريكك دكتور مجدي؟ لا بقى كنت لوحدي بقى. ساعتها قلت بقى خلاص انا هبدا لوحدي بكونسبت لوحدي خلاص بقى. انا يعني لما باخد الريسك باخده لوحدي. وعياده عين شمس ستيل لسه موجوده زي ما هي موجوده شغاله. ده الكلام ده كان 2013 تمام. انا خدت العياده دي 27 6 2013. حلو. 30 6 قام بعد 3 ايام. ليه 30 6 على طول 3 ايام. يعني انا خبطت العقد هنا. انت تقريبا بتشتغل بين الثورات. بين الثورات بالظبط. حسب الثوره هتقوم امتى انا ابدا اشتغل. وبعدين خدت بقى العياده وكان ما عرفتش اروح العياده اصلا الا شهر 12 2013. يعني قعدت 6 شهور بعد ما خدت العياده يعني فرشتها وعملت وكل حاجه ومش عارف اروح العياده عشان من الدنيا بقى كانت الناس من الجماعه عند مصطفى محمود وانا جنب بيتي في رابعه فطبعا مش عارف كنت بروح عين شمس تصرف عليا ادفع ايجار العياده اللي انا ما بروحهاش وبدفع ايجار شقه برضه انا يعني اللي هو يعني ايه بدفع ايجارات وكل الفلوس اللي بطلعها عشان ادفع ايجار ادفع الاقساط اللي عليا او قسط القرض بتاع العياده الاولانيه. يعني اللي هو ايه عماله كل الفلوس اللي طالعه بيجي من هنا بيروح هنا ويجي من هنا يروح هنا. كده سنه وقعدت اقول انا شغال ليه؟ طب انا بعمل كده ليه؟ يعني هي دي يمكن اكتر فتره كل واحد كان حاسس ان هو مش بيعمل حاجه او ان هو مش بيحقق حاجه على ارض الواقع. بس في الحقيقه ان هو كان بيحقق. يعني بعدين بقى عرف ان هو ان ده يعني كان ترتيب الهي ان انت تروح من حته لحته تانية بالظبط كده. دي حقيقه. وبدات الثوره خلصت وبعدين بعد الثوره على طول يعني اشتغلت بقى. كان ما اعرفش انت تعرفه لا محمود عمار دكتور محمود عمار كان منزل كده فكره حلوه. قال لك انا اجيب لك العيان وناخد يعني نتفق على سعر معين للزراعه وهو ياخد منه نسبه تمام. هو يجيب العيان من مصر عادي من مصر. وكانت اعلانات الفيسبوك وكانت ساعتها لسه اصل دلوقتي بقى في زي مؤسسات او في شركات ما هو كان عامل كده بقى دي بس شركات سياحه بقى تجيب عيانين من بره. لا دي غير كده وتوديهم لا دي غير كده. دي كان عيانين مصريين عادي خالص. دي عياده المهندسين بقى اشتغل بقى نور بقى. يعني اللي هو الفكره دي نجحت نجاح جامد واحنا بقى مع دكتور محمود عمار يعني عملت بومينج في وقت قليل جدا.
فقدرت بقى ان انا اشتغل كتير جدا، اشتغل امبلانتس بقى، واتغيرت طبعا الشركات. دي العياده اللي هي بتاعت جامعه الدول دي في جامعه الدول هي. دي كانت لا غير اللي موجوده غير اللي دلوقتي. موجوده حاليا. هو اللي حصل بقى، هو دايما الطمع يقل ما جمع. ان انا صاحب المكان بقى لما لقى ان في شغل كتير وكده قال لي لا انا مش هاخد ايجار، انا هاخد نسبه. دي العياده البولي كلينيك اللي انت كنت البولي واخد فيها كلينيك. اوضه. قال لك بقى قال لك لا ده في ناس كتير جايه وخارجه وطالعه بالظبط، وانا انا اللي عملتك، وانا اللي لولا البولي كلينيك طبعا يعني حسيت بطمع. حسيت بطمع. فكان معايا دكتور تجميل قال لي احنا هنطلع، احنا مالناش دعوه بالكلام ده، تعال نروح بقى نعمل. فتحنا بقى المهندسين بقى العياده اللي احنا فيها دلوقتي. بس كان بدأ بأوضتين، يعني بعياده واحده و2 يونتس. انا اوضتين وهو اوضتين، دكتور التجميل معايا اوضتين في 2 يونتس. وبدأت بقى المسيرة دي بقى 2015. وابتدت العيادة دي ما شاء الله تكبر شوية بشوية. بالظبط كده. انا فاكر ان في اول فترة انت تقريبا احنا تعرفنا في الفترة دي. احنا تعرفنا بقى، هقول لك انا بعد الاوضتين، بعد ما دكتور التجميل ده مشي يعني هو شغله كبر، قال لي هطلع بقى، حب ينفصل. وانا خدت الشقة اللي جنبي، فتحتها على الشقة اللي معايا، بقى عندنا 4 يونتس ولاد انضموا الفترة دي. احنا اتقابلنا فيها وابتدينا نجهز العيادة دي اول عيادة بالظبط كده. ابتديت الاحظ ان بعد كده حضرتك ما شاء الله في نفس العيادة دي ابتديت تتوسع اكتر، يعني ابتدينا ناخد الشقة اللي جنبينا، الشقة اللي فوقينا، الدور اللي تحتينا، يعني ما شاء الله العمارة كلها دي حقيقة. العمارة كلها بقت بتاعتك. 6 شقق دلوقتي جوه العمارة. بس بقيت الاحظ ان حضرتك يعني حضرتك اتعاملت معانا اول مرة، بعد كده اتعاملت مع شركة تانية، بعد كده عملت شركة تالتة، بعد رجعت لنا تاني، وبعد كده رجعت لشركة تانية. يعني اقصد انت بتنوع السبلايرز بتوعك. هقول لك هو مش ولا انت بتجربهم، بتشوف في السوق الدنيا تمشي ازاي وبعدين ترجع للناس تانية؟ هقول لك انا لما كان الموضوع مرتبط بيا انا شخصيا، يعني خالد اللي بيشتري وخالد اللي بيبيع، فده كانت الموضوع كان سهل شويه. يعني انا بكلمك زي ما ابعت على طول، واديك انت اتعاملت معايا انا، ودي عاملي سريع وسهل يعني على فكره يعني من احسن الناس احنا اتعاملنا معاهم ماديا وخلقيا وكل حاجه. يعني حتى لما حصل خلاف على فكره، فاكر انت كان في خلاف في السكشن مش مهم. سيبه شوف، قول لي بس هشتغل ازاي. قول لي بشتغل ازاي، او لا قلت لك مش قلت لك يا باشا اعمل لي صفقه كونترات مكان ده ده ورجع ده. قلت لك حاجه، قلت لك احنا يعني خلاص ده احنا خدناه، مش فيش مشكله، شوف لي حاجه تانية كونترات هاتها بسعر البيع وانا احنا تمام، ما عندناش مشكله. يعني انا التفاهم مع الدكتور خالد مفيش احسن منه. يعني انا بحب دايما يكون زائد ان حضرتك كمان مش بتشتري ارخص حاجه، يعني ده اللي احنا مستغربين له بقى، ان انت مش بتشتري ارخص حاجه، بالعكس انت بتشتري احسن حاجات عشان تديك احسن كواليتي في الشغل، مع ان انت الاسعار بتاعتك قليله جدا. هقول لك بقى، ودي من اكتر، عايز اقول لك ان دي من اكتر الاسئله اللي كانت الناس دايما بتسالها ومستغربينها. يعني دايما الدكاتره اللي في المهندسين او في الحتت اللي حوالين المهندسين، دكتور خالد ماهر بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا. ليه؟ لان اسعاره قليله جدا، وفي نفس الوقت هو بيشتري حاجات اغلى، حاجات غاليه جدا. فازاي بتعمل المعادله دي؟ يعني ازاي بتعملها؟ هقول لك على حاجه. هو انا عندي يعني من الاول دايما ان انا يعني في ناس يقعدوا يقول لك انت لا مجهودك ده بفلوس وبتاع، لا انا مش مجهود. يعني انا دلوقتي ما دام مجهودي بذلته وطلع ان شاء الله مكسب نص جنيه، احنا تمام، انا راضي خلاص. يعني عايز اقول لحضرتك ان في ناس بتحلف لي حلفانات ورقه وقلم كده، يقعد يحسب وراك. لا ما ده بيعمل كذا كذا كذا، ده بيعمل الاند والكراون ب 3000 جنيه، ده بيعمل مش عارف ايه الامبلانت بكام، يحسبها ورقه وقلم، يقول لي الراجل ده بيخسر. فانا انا مستحيل مني بغسيل اموال، مستحيل لا دي صعبه قوي يعني، بس مستحيل ان حضرتك تبقى بتتوسع التوسعات دي، لان انا شاهد عليها. يعني من اول عياده للعياده الثانيه اللي بعديها، الاسكندريه للمعادي، يا حتت كتير قوي، مستحيل يبقى التوسعات دي كلها والراجل بيخسر. طبعا. فقول لنا كده ايه الايكويشن دي بتعملها ازاي؟ انا الفكره في ايه، انا ما بحبش اكسب حد، بيجي ساعات ريكومنديشن في وش ما تاخد دي، خد حاضر ابعت لي. بالظبط. بس كده. وعلى فكره عايز اقول لك مش بتبقاش ريكومنديشن من الشركات، من الدكاتره حواليك. يعني مثلا يقول لي انا جبت كذا، ما تجرب تاخد كذا، ما جرب ده كذا، او مثلا فلان الفلاني زناني في حته والنبي هات من عنده عشان نعمل. طب ده انا هحط لك حد يحرجك كل يوم. على فكره انا في الحاجات دي ما اقدرش، يعني ما اقدرش اكسب حد، خصوصا من الكبار اللي موجودين معايا، يعني لما دفعتي ودكاتره. صحيح اللي هو انت بتعتبرهم هم شركاء اصلا معاك. وعايز اقول لك انا مدخلهم شركاء. بص انا هقول لك زي ما قلت لك، في ناس كتير بتقعد تقول لك اصل مجهودك ده بفلوس، اصل لا هو انا يعني
بعتبر ان مجهودي ده ارخص حاجه في الايكويشن. يعني انا ما دام انا كسبان مش مهم انا تعبت سهرت، لا انت الحاله كده دي خدت هتزعل ناس ساعتين كتير قوي يا دكتور. والله انا عارف، وعلى فكره انا بقولش ان انا صح وان هم غلط. لا بس احنا بنتكلم على الحاله في او الحالة دي الحاله بتاعه الدكتور خالد. بالظبط هو عمل كده ولقى النتيجه دي. بالظبط. وانا عايز اقول لك ان مفيش حد هيخلص النيه ان هو يشتغل وان هو يكسب معقول وان هو يكبر البيز بتاعته وان هو مش هيشتغل، ان هو مش يعني هيكسب. دي مش هيكسب. دي قاعده ربانيه يعني. دي يعني اكسب قليل بيع كتير، يعني بيع كتير واكسب قليل هتفضل في السوق وهيبقى ليك بيز اكتر. وعايز اقول لك ان حتى في الازمات انت هتبقى احسن. ليه؟ لان انت سعره مثلا قليل. في ناس كتير يقول لك انا بشتغل مثلا كلاس ايه، ماشي. حصل مشكله زي الكرايسيس اللي حصلت دي اثبتت ان انت ما ينفعش تعتمد على كلاس واحد دلوقتي. انا ما بقولش يعني مثلا هتشتغل شغل سي او ان انت لا، هتشتغل باسعار ريزونبل هتكسب ممكن تكسب قليل طب بس انت هتكسب عدد كبير. هسأل سؤال بس في الحته اسال دي. طب. يعني هل حضرتك بتعمل كاتيجوريز للعيانين عندك؟ يعني مثلا انت بتعمل عايز اقول لك على حاجه حشو بس كذا. يعني مش هكدب عليك، مفيش حد مفيش دكتور سنان ما بيعملش كاتيجوريز. يعني بس بتقول بالشكل. مثلا ان في حشو عندي بكذا وفي حشو لا عندي لا لا بكذا، في يعني انت امبلانت ممكن نفس بكذا وامبلانت الحاجه بكذا. في حاجات مثلا يجي عيان هتيجي تقول له كذا هيقول لك لا ده كتير، ف فهتقول له خلاص انا مش هغير الماتيريال. انا ما بقولش ان انا هغير الماتيريال، بس انا أمال. ممكن في حاله في اليوم انا ما اكسبش منها مم. عادي خالص. انا الراجل واحد جه قال لي انا نفسي اعمل كذا، هقول له لا امشي بصراحه انا ما هعملها اقدرش، هعملها له حتى والله لو هدفع فلوس من جيبي هعملها له. ما عاوز اقول لك على حاجه، اصل هي حاجات بتشيل حاجات. يعني انت دلوقتي واحد ده انت عملت له حاجه مثلا برخيصه جدا، بس انت عملتها كويس واخلصت النيه ليها، مستحيل ربنا مش هيرزقك تاني. يعني حضرتك قصادها. عايز تقول ان مثلا التكلفه بتاعه البروسيجر اللي انت هتعملها مقسومه نصين بالظبط. او 3 انصاص. بالظبط نص الماتيريال اللي انت استخدمتها، بالظبط. ونص الاجهزه والتكلفه بتاعه الهالك. المكان والهالك والكلام بالظبط ده كده. ونص التاني موجود. هو الاكسبيرينس والخبره بالظبط. بتاعتك ومجهودك. انا ممكن الاكسبيرينس ده دي يبقى بتشيلها. جنيه، ممكن انت مش فارق. بتحركها دي زي ما انت عايز بقى. عادي خالص على حسب انما الاثنين التانيين ثابتين ثابتين. كده نفس الماتيريال. بس عايز اقول لك على حاجه، ده ما بغيرش بغيرش الماتيريال خالص يعني. نفس الامبلانت اللي هنحطه هنا هنحطه حطه هنا عادي جدا. وانا عايز اقول لك مفيش حد بيبقى حاطط مثلا رقم ثابت لكل الحالات، يعني حتى انت لو الناس بيقولوا كده بس هو في الحقيقه على التنفيذ يعني مش ده اللي بيحصل. يعني ممكن عيان مثلا هيعمل زرعه واحده مثلا، فانت مش هتديله ديسكاونت. مع عيال هيعمل 10 زرعات هتديله ديسكاونت يعني عادي طبيعي يعني. بس منطقي. هل العيان برضو في الحته دي ما بيزعلش مثلا يجي يقول لك بيحصل. انا جيت زرعت فلان الفلاني جه، اخويا جه عمل كذا، واخويا جه يعملها وقعد بس يتحايل شويه وبتاع، عايز اقول لك كل ساعه. بس طيب. انا بقول له دي على حسب الحاله وعلى حسب البتاع وعلى حسب اللي احنا محتاجين هنا ايه. بس في حاجات انت بتبقى يعني حسبة عقل، يعني زي ما بتقدر تقول كده، يعني انت بتيجي بتقيمها، تقييمك ليها هو اللي بيختلف. يعني انت مثلا واحد بيجي انا عادي ممكن يجي لي واحد يقول انا عايز اعمل بارشال دنشر، ماشي هعمل له بارشال دنشر، ايه مشكله يعني. لما بيجي الدكاتره يقول لك لا انا مش هشتغلش بروثيز خالص والريموفبل والعك وده العين هيقرفني بعد كده، لا يقرفني اهلا وسهلا ينور ويجي لي العياده كل احنا قاعدين عشان يقرفنا. بالظبط. انا قاعد عادي، انا قاعد وثابت في مكاني والناس تيجي وتروح واهلا وسهلا بيهم. وعايز اقول لك ان انا مش عملت يعني سر النجاح الحقيقي مش ان انا بقى خالد ماهر بس اللي بيعمل كده، الكرو كله بيعمل كده. يعني انا ممكن الناس تتخانق معايا تقول لي لا الراجل ده انا قلت له اعملها بكذا بسعر اقل من اللي انا قلت له عليه، انا اللي قايل له، هو اللي بيتخانق معايا اقول له ده عيادتي انا عادي وانا وافق عادي ما عنديش مشكله خالص. يعني عيان عايز يعمل كذا او نفس انا مثلا قاتله بالنسبه لي واحد يجي يقول لي انا نفسي اعمل كذا بس انا الامكانيات مش مساعداني، ساعات كتيره اقول له انت عامل حسابك على كام كذا، خلاص حاضر هعملها لك بكذا، هنعملها لك ايا كان يعني. ممكن انا ما اكسبش منه بس انا هكسب بركه كبيره جدا في الشغل. وعايز اقول لك ان دي حاجه مردوده، يعني مردوده 100%. ومش بس كده، انت حتى الرقم اللي انت خده انت ممكن تلاقي نفسك كسبان فيه، بس ممكن هامش ربح مش اللي انت عامل حسابك عليه او مش المنطقي ان هو يتحط، بس خلاص هتكسب برضه. وهي في حاله هتكسب فيها جنيه وحاله هتكسب فيها 10 وفي حاله هتكسب فيها 10000 جنيه عادي جدا يعني. ده ممكن يحصل ونفس السيستم ده ماشي مع المصريين او مع الاجانب. مع الاجانب عايز اقول لك ان انا جيت لحضرتك يمكن مرتين العياده. انا في مره استنيت حضرتك حوالي ساعه او ساعه وشويه علشان مش عارف اخش من كتر العرب والاجانب الموجودين بره، ودي حقيقه يعني
انا مش بقول حاجه ما حصلتش. وعايز اقول لك ان انا أو حد ساعات بيجي نقلها لي. لي واحد يقول لي انا مثلا عامل اخويا عامل حادثه في السعوديه مثلا، وعايز اجيبه يعمل سنانه وبتاع، وانا مش عامل حسابي غير على الرقم ده، اقول له هاته. يعني مش مش لازم صح. مثلا هتبقى كسبانه برضو. بس هي الفكره ان انت، يعني انا بقول ان انت دي النظره الانسانيه في الموضوع، ان هو خلاص راجل نفسه يعمل حاجه وامكانياته حتى مش مساعداه قوي، وانا او قادر اعملها له مساعداه، فهعملها له. هعملها له. يعني ايه المشكله وحضرتك يعني؟ بتشتغل كام ساعه دلوقتي؟ لا كتير. كام ساعه؟ يعني ممكن واحدة الظهر ل 12 بالليل مثلا. من 1 ل 12 يعني تقريبا 12 ساعه تقريبا. تقريبا. ده كل يوم؟ كل يوم ما في والجمعه الجمعة اجازه؟ عادي. حتى الجمعه عادي بتشتغل؟ يعني. بشتغل بس يعني بتابع حاجات معينة مثلا في المصنع، في الحاجات مش يعني مش من للعيادة يعني. وللولاد طبعا اديك شايف. اكيد اكيد انا النهارده دكتور خالد جاي تصوير ومعاه ولاده. يعني بفسحهم بالمرة ايوه. يعني. ربنا يكرمك يا دكتور خالد. طيب النهارده احنا زي ما كنا بنقول في بدايه الحلقه، حضرتك وصلت ان في عندك 300 موظف، ما بينهم بالظبط. ما بين دكاتره، الستاف، تمريض و النهارده في 7 فروع في القاهره وفي اسكندريه، معادي، مهندسين. حجم البيزنس ده او حجم المنشاه الطبيه دي حضرتك بتديرها ازاي؟ هقول لك هي بدأت ازاي وبعد كده. احنا ده كله دلوقتي بنتكلم في الجزء الطبي اللي هو فاهم. بتاع العيادات. هنتكلم في حاجات تانية دلوقتي. هقول لك هي بدأت ازاي. هي بدأت ان انا كنت لوحدي، وبعد كده الدكتور بهاء يعني جه معايا دفعتي اتعلم، وبعد كده كذا حد من الدكاترة الكبار يعني اللي هم دفعتي، احنا يعني تبنيناهم مع بعض كده، اللي هو انت شايف ايه، تعالى معانا. و ودكاترة دفعة 2018 خدتهم بقى، يعني كانوا لسه متخرجين وقت ما انا كنت لسه. 2018 دي وقت التجهيزات اللي انت أيوة. قلت عليها. برضو مثلا 5 6 دكاترة كده، دول بقى علمتهم تعليم دايركت مني ليهم، يعني اللي هو احنا هنعمل كذا في الحالات دي. هم شربوا الدياجنوز زي ما انا قلت لك. هي الفكرة مش ان انت تعمل حالة حلوة، على فكرة في دكاترة كتير بتعمل حالات حلوة، بس في كذا شق للنجاح. في ان انت تعمل تريتمنت بلان مظبوطة، ان انت تحط برايسنج كويس سيوتابل للعيان، ان يبقى في اداره ناجحه. انا فصلت كل الحاجات دي. انا راجل مدير مش شاطر، انا راجل تكنيكال شاطر، بس انا مدير مش شاطر. ممكن يجي دكتور يقول لي والنبي خد ده، هاخده عادي. يعني خد مثلا الماتيريال الفلانيه او الكورس الفلاني، ممكن ميبقاش احسن حاجه، بس يلا طالما هو قال لي يلا هنجرب. بالظبط. انا بقى فصلت بقى كل الحاجات دي عني. يعني ده فصلت، جبت اتش ار، انت المسؤول قدامي، انت المسؤول عن الموظفين، اسيستنت، ريسبشن، الدكاتره، المرتبات، النسبه، كل الحاجات كل اللي الكلام ده، هي دايره القبض، جوه كل دي. الدايره دي مش بتاعتي. فصلت بقى برضو الاقسام. يعني بقى انا بقى يعني لو مهندسين هتلاقي دور للاندو، دور كامل للاندو، دور للريدكشن، دور للتسليم التركيبات، دور للسيرجي. هي ماشيه كده يعني زي الجامعه. احنا عندنا في المهندسين دلوقتي 22 يونت، فبقت اقسام. كل قسم ليه مدير، ليه رئيس القسم بتاعه بيتابع اقل حاجه لاكبر حاجه. الدكاتره دي هم اللي انا اللي مدربهم، وانا اللي معلمهم، وانا اللي ممكن يعني هو بس هو بقى مدير شاطر بقى، حافظ خلاص تفاصيل الشغلانه، تفاصيل الشغلانه والتريتمنت بلان والخطه وكل حاجه. وبعدين الدكاتره انا عملت فكره ان انا الدكاتره بعد عدد سنين معين بيخش شركه، عشان يبقى حاسس ان ده فلوسه وحاجته هو اللي بيكبرها وكل وكده. اللي هو حوشه وانا خدته وخلاص بقى هو بقى ايه بقى معانا بقى من اول وجديد، ويخش بقى معانا كلنا. لا والله دي حاجه يعني بعتبرهم دول اخواتي. يعني هم دول الدكاتره الموجودين اللي هم ماسكين الفروع او يعني اللي شغالين في الفروع دلوقتي. دول قعدوا معايا اكتر من 5 6 سنين شغالين معايا، فعرفوا كل حاجه عن الشغلانه. فبقادر ان الحاله اللي هتطلع من اي فرع هي نفس الحاله اللي هتطلع من المهندسين وخالد موجود. يعني هي خلاص حفظوا كل اللي بقى في مانيوال لكل فرع، لكل وفي نفس تخصص. الوقت اي حد بيحصل له اي مشكله في اي بيكلمني، انا برد برضو واتساب ده، يعني برد عليه 24/7. يعني عندنا حاله في كذا فرع اسكندريه مثلا فيها كذا كذا، نعمل ايه؟ هتعمل 1 2 3. طب الحاله دي هستناني اعدي عليها. طبعا انا في ايام بعدي طبعا على الفروع كلها. يعني الحد والتلات بلف على الفروع كلها، او ساعات الخميس كمان. بما فيهم فروع البعيده زي اسكندريه بروح لها يوم 3 لازم، يعني اسبوع لا اروح. بيبقى في حالات هناك. يعني احنا دلوقتي فرع اسكندريه
جزء كبير قوي قوي من العيانين بتوعه روس عشان شغالين في المفاعل. المفاعل. وبعدين دلعناهم، بعدين جايبين لهم عربيات بتاخدهم من المفاعل لغايه العياده وترجعهم تاني سلام. عادي كده. هي بدات صدفه يعني، زي ما بقول لك في حاجات كتير بتبدا صدف، بس اللي هو انت تستغل الصدفه اللي قدامك، صحيح. يعني انت تبقى جاهز يعني. بس ودلوقتي برضو احنا بنعمل الزمالك، وهنعمل ان شاء الله مستشفى صغيره كده بقى. قلنا نعمل مستشفى اسنان تبقى يعني تبقى هاب لينا هنا في للناس اللي بقى جايه من اوروبا او كده يعني. تبقى يجي يعمل يومين باقامه بكله، يخلص ويرجع. وفي ناس بقى كمان بتفسحهم وفسح تفسحوا ويخرجوا السياحه وبتاع، مش العلاجيه عارف دي ايه. مصر قادمه قوه. انا عايز اقول لك الدكاتره في مصر لا لا خطيره. يعني دكاتره السنان في مصر فعلا مرعبين. عالميا مرعبين. لا مرعبين. أيوة. يعني انا بشوف شغل في مصر ما تعملش في اي حته. زائد ان معظم المستويات. الشركات السبيكرز بتوعهم بقوا من مصر يعني. مع المستوى العلمي هتلاقيهم مصريين، على المستوى الشغل وشغل ايديهم والكلام ده هتلاقيهم برضه وحالات ما تتعملش. معظم الاجهزه بقت موجوده خلاص في مصر، فانت والماتيريالز نفسها موجوده. لا مصر هب. وبعدين معلش يعني احنا الشغل اللي بتعمل في مصر ما يتقارنش بالشغل اللي بتعمل في تركيا يعني، ولا في دبي حتى، ولا في امريكا حتى، ولا في لا امريكا فيش خالص يعني. انت امريكا ده مقارنه بالمستوصفات. اما انا يعني اما الشغل اللي هو اللي يعني اوروبا تلاقي شغل حلو قوي، انجلترا طبعا والمانيا يعني تلاقي شغل زي باي بوك يعني. وفرق اسعار مرعب. لا فرق اسعار بتتكلم بتضرب في 100 مثلا. طيب امتى حسيت انك ماشي في الطريق الصح؟ هقول لك حصل حاجه برضو غريبه كده انا عملتها وما كنتش عارف ساعتها ان هي صح. يعني وقت الكورونا، في الكورونا زي ما بقول لك كده، ان ما كنتش الواحد عارف بقى ان هي صح ولا غلط ولا الدنيا كانت ماشيه ازاي. طبعا حصل بقى ان فجاه انا العياده انا عندي مثلا 90% من العيانين مش مصريين. ففجاه مبقاش عندك عيانين خلاص مفيش سفر، مفيش مروح، مفيش مجال، زيرو يعني. انت العياده ما بيخشلهاش عيان. فساعتها بقى ده كان ألم جامد. وبعدين تحت الدكاتره وفي مرتبات وهتروح فين، والناس دي هتعمل ايه؟ صحيح. وانا هعمل ايه؟ عايز اقول لك اخدت يعني قرارات انا كنت شايفها ساعتها غبية جدا، بس يعني كنت مؤمن بيها جدا. فتحت فرعين جداد في 2020. فرع مصر الجديدة وفرع المعادي. كانت اول فروع يعني، ما كانش في فروع. ما فيش فرع في الحته دي. لا ما كانش في فروع. كنت فتحت فروع قبل كده. يعني كان ساعتها المهندسين بس. فابتديت في نفس الوقت اللي الدنيا ضاقت عليك انت بتفكر افتح حاجه جديده. فتحت مصر الجديده ومعادي. ماشي. وفتحت معمل. كل ده في 2020. خلاص كل الفلوس اللي معايا والدنيا قافله ومفيش عينين ومفيش اي حاجه. ده ايه اقول لك بقى قعدت اقول ساعتها ايه، اصل الايجار كان ضعيف جدا. بديت اضغط على الناس ان انا اخد ايجار 5 سنين برقم هزيل جدا. في الحته الجديده في الحته بقى في مصر الجديده وفي المعادي. يعني كنت باجر تقريبا ب 7000 جنيه. ماشي. ده يعني ولا حاجه يعني. وفي مصر الجديده ب 4000 جنيه ولا 5000 جنيه يعني. ساعتها رقم قليل ولا اي حاجه. وفي برايم لوكيشن حتت حلوه. وخدت 5 سنين. قلت دي فرصه مش هلاقيها تاني، حتى لو الفلوس دي هدفعها من جيبي مش مشكله، يبقى انا استفدت من المكان. ماشي. دي حاجه. تاني حاجه بقى ان انا المعمل قلت ايه، هو انا دلوقتي العالم الديجيتال فتح وانا لازم اشتغل للناس هنا في مصر. يعني كان معظم العيانين مش مصريين، فانا لازم اشتغل هنا في مصر، فلازم اقلل الاسعار. وانا اصلا اسعاري قليل، بس انا اقول اللي هو قلت عشان اجذب الناس اللي هم يسيبوا عياداتهم ويجوا عياده جديده. طب انا اعمل ايه؟ انا لازم اضرب السعر. فاضرب السعر ازاي؟ امسك خط الانتاج من اوله. يبقى بدل ما يبقى فيه معمل انا المعمل. فطب انت بتعرف تفهم في المعمل ولا الهوا؟ جبت دكتور مصطفى صلاح، ما اعرفش حضرتك تعرفه ولا لا، بتاع فوكس الواي. كان لسه شاب ورور لسه يعني. كان لسه طالع من البيضه زي ما بيقولوا. كانش لسه يعني عمل اي حاجه. وقلت له بص انت تيجي تعلمني وتعلم الدكاتره اللي معايا، بدل ما تروح تدي كورس في حته انت هتيجي العياده هتدينا احنا في العياده الكورسات. وفعلا جبت الدكاتره وقعدنا. بقيت ما كان في حظ التجاوب بقى الساعه 5 بقى وكورونا بقى وبتاع. مروحش قاعد في المعمل نتعلم نعمل ايه مش مهم. احنا بنتعلم. فضلت كده 6 شهور لغايه ما قفلنا دايره المعمل. قدرت ان احنا نطلع كراونز من جوه المعمل تبقى مظبوطه. عرفنا نعملها فينيشنج بولشنج. عملنا المعمل جوه العياده يعني كانش لسه ليه مكان لوحده. حلو. دلوقتي المعمل يعني ما شاء الله
شقتين في بعض يعني. احنا دلوقتي المعمل فيه حوالي 7 ميلينج ماشين يعني. ما شاء الله. ف قدرنا بقى ان احنا نعمل كده، خلينا بقى التكلفه قليله، وفي نفس الوقت انت اللي ضامن البلوكات بقى، ما انت اللي جايب البلوكات، كل حاجه بقى تبعك انت، البلوكات خلاص بقى انت بتجيب قافل السايكل بالظبط. جبت البلوكات بتاع اماجن باق وبلوكات غاليه، وقدرت تعمل كراون باي كلام، ونزلنا عرض بقى، عروض بقى، خلاص ببلاش بقى، ببلاش تقريبا. يعني انا يعني فعلا مكسبنا في الكراون كان 100 جنيه ولا 150، يعني كلام اهبل خالص، يعني كانه مش مكسب. بس ان هو انا بس عايز اشغل اطلع بس مرتبات الناس اللي موجوده دي، وانا مش عايز حاجه تانية اكتر من كده. وبالفعل على اخر الكورونا، هي كورونا السنه سنه وشويه يعني تقريبا ابتدت اثرها تروح في 22 تقريبا بالظبط. هو بدات من شهر 3، وبعد كده على شهر 6 اللي بعده فك بقى السفر شويه. على قبل كده مثلا ب3 شهور، يعني خلال 9 شهور مثلا احنا بقينا نطلع مكسب. يعني احنا ما كنا في الاول احنا من الكم شغال، وجبنا بقى البوابه التعقيم، عارف بتاعت المولات دي، بترش بقى على العيان من بره عشان الكورونا، والناس كانت بقى قلقانه قوي، وترش بقى والشوز واوفر شوز وبتاع. عملنا بقى البروتوكول وهي مطمنه ومفيش حاجه، واحنا ما بنروحش، احنا شغالين. هنتعلم، هتشتغل ديجيتال بقى. اتعلمنا كل ما يخص الديجيتال، حتى مع ناحيه الامبلان برضو، يعني ما كانش لسه برضو ده انتشر قوي ساعتها، فحفظنا بقى كل الكلام ده، وبقينا بقى نطبقه بكل قوه. يعني ايه، قلبنا الدنيا بعد كده. في دكاتره كتير ساعات بيجي لهم حالات من الناس اللي حواليهم، خصوصا يعني اعتقد ان في المهندسين انت بيجي لك حالات من الدكاتره اللي حواليك او العكس. طبعا بتيجي حالات من عندك تروح اكيد طبعا. ساعات بيبقى في مشاكل، دي طبيعي، في مشكله في الحالات، سواء طبعا اللي جاي لك او من عندك انت رايح لحد. طبيعي. بتعمل ايه لو جاي لك انت كيس فيها مشاكل من عند حد على طول تاني؟ بقول له حل مشكلتك عادي جدا، وبوجه المريض للدكتور على طول، ترجعه تاني يعني. طبعا. وساعات كتير قوي المريض بيستنصح، ما بيقولش اسم الدكتور، او مش عايز ان انت ترجعه للدكتور، بس بقفلها في وشه. يعني ما ترضاش تشتغل له؟ لا يعني ترضاش. وحتى لو في مشكله عنده، يعني حتى لو في مشكله حقيقيه، بس هو مخلص شغله، الدكتور مخلص شغله، لا هقول له هرجع. يعني مش عامل مثلا تركيبات من 2 3 وبتاع والجو ده، لا ده ما فيش مشكله. اما لو هو لسه، في ساعات بيجي لك ناس عامله ريدكشن وكمل بقى عندك، كمل عندك، او عامل اندو، ما كنتش دافع هناك مثلا وجاي عندك انت يكمل في وشه بقى تماما، او هديله رقم مثلا اكتر من اللي هو متوقع ان هو جاي يسمعه. يعني هو مثلا متوقع ان الدكتور مثلا كان هياخد منه سي اكس، انا هقول له 10 اكس، ما دام انت هتعملها هنا عشان اقفلها في وشه خالص. لان انا شايف ان دي يعني حاجه. وحتى لو العيان عنده مشكله، لو رجع للدكتور عادي يعني، ساعتها اول ما لما انت بقى اللي بتكلم الدكتور تقول له خلي بالك في عيان كذا كذا، وانت بس حل له مشكلته ايا كان. على فكره حتى مشكلته في الفلوس، هو هيعمل له مثلا، اقول له مثلا اعمل له ديسكاونت مثلا كذا، او ظبطه هو بس لما بتحصل العكس بقى مع حضرتك، يعني حد يكلمك من الدكاتره اللي حواليك يقول لك في عيان جالي، والعيان ده كان شغال عندك بالظبط، يعني كان عمل شغل عندك، وفي مشكله 1 2 3. حلو. بتتقبل الموضوع ازاي؟ لا عادي تتقبله يعني. يا اما اقول له هات العيان مثلا لو ليه مشكله، وانا هتصرف معاه تاني، او اتصرف، او انت لو عايز تشتغل له وانت شايف ان انت عايز تشتغل له، مفيش اي مشكله. يعني لا الموضوع بتتقبل الموضوع ده بصدر رحب يعني. عايز اقول لك على حاجه، انت لازم الحركه دايما كلها تبقى يعني نفس راضيه. يعني انا بقول دايما طول ما انت نفسك راضيه والدنيا ماشيه، خليك هايل لين زي ما بقول لك. الناس يعني تحتاس، ما تبقاش عارفه ايه المشكله فين والسر فين. هو مفيش سر ولا حاجه، هو المشكله الفكره ان انت تبقى سهل، وانت تبقى سهل، وفي نفس الوقت بتراعي ربنا في شغلك، هتلاقي الدنيا مشت حلو. طيب نرجع لحته بتاعه المعمل. خلاص عملت المعمل وعملت الفرعين الجداد، سبحان الله ربنا فتح عليك فيهم واشتغلوا والدنيا بقت تمام. خدت خطوات تاني بعد كده ايه؟ الفكره بعد بقى ما حليت القصه بتاعه الركود بان انت تفتح فرعين جداد بالظبط. ولقينا بقى ان عايز اقول لك ان المردود بقى لما فتح السفر ورجع تاني، ان احنا الشغل زاد بدل اكس 10 اكس. خلاص انت بقيت عندك فروع في كل حته قريبه من الناس اللي بتيجي بالظبط. وبقيت ان انت قادر توزع حتى شغلك اللي مثلا المهندسين امتلأ، تقدر توزعه على حته تانية، على الفروع التانية. وبقت الفروع التانية دي شغاله لوحدها اوتوماتيك، والدكاتره بقى حافظين. وبقى مش بس كده، ادى بوتنشال للدكاتره الصغيره اللي جايه ان هي عايز تمسك الفروع بقى بعد كده، الفروع الجديده. ايوه صح. يعني هو دلوقتي هو بقى هنا كان شغال معايا هيترقى، شايف قدامه واحد ويروح فرع جديد. بالظبط. شاف دكتور قدامه عمل مشي على الخطوات المظبوطه فوصل. طب انا ليه ما وصلش زيه؟ فبدا
بمناسبه الحته دي، كان في دكاتره بتجيلنا هو جاي يجهز عياده عادي خالص ويختار الحاجات وابتدى تمام، وبعد كده يقول لنا اصل العياده دي تبع الدكتور خالد، او العياده دي انا شريك مع الدكتور خالد. بالظبط. فانت بتخش شراكات مع الناس اللي معاك بعد عدد سنين معين من الشغل يبقى هو شريك معاك، خلاص الشغل بقى ماشي ازاي، بيخش معايا شريك في الفروع في فرع جديد. بالظبط كده. تمام. هو ده بيقدر يضمن ان انت تحافظ على كواليتي الشغل ثابته، لان هو اللي هيعمل الشغل في المهندسين، ما هو ما بيروحش الفرع ده ويفضل قاعد هناك، هيشتغل شغل تاني، هو نفس الشغل كان بيشتغلوه هيشتغلوا هناك. لا ومش بس كده، هو كمان بيجي فرع المهندسين يومين 3 عشان يبقى يفضل في دلوقتي يتعلم. يفضل يتعلم ويبقى في دايما دايركت كونكشن بينك وبينه. يعني هو طول الوقت شايفك قدامه، حاسس ايه اللي بيحصل. فنفس المدرسه اللي هنا هي نفس المدرسه اللي احنا بنروح بيها هناك بالظبط. ويبقى مركز قوي، او ان هو برضو مثلا ما يشطحش، يعني برضو عارف ان هو ان في مركزيه في هناك للراجل ده، هو حافظ ده ايه، ده راح فين، ده جه منين كده. في ناس دايما بتقول، او يعني في توجه بيقول ان التوسع ده، توسع الفروع ده فخ. طبعا دي حقيقة، لانه في كم من المصاريف الهيدن اللي انت مش واخد بالك منها مرعبه، كم من التفاصيل، كم من يعني الادارات اللي انت محتاج تزودها. زي ما انا قلت لك التوزيع، ان انت في حاجات ما بقتش خلاص مسؤوليتك، خلاص بقى في ناس بتعملها، انا يعني انت الفكره ان انت تبقى موجود تكنيكال سبورت. انا دلوقتي تكنيكال سبورت استشاري، يعني حد اتزنق في حاجه يكلمني انا موجود ارد عليه. انا برضو في المهندسين موجود تكنيكال سبورت، حاله صعبه، حاله مثلا محتاجين شكل معين، هتبقى موجود. عيان مثلا عايز يشوفك انت، ودي بتحصل كتير طبعا، في عيان بيجي كتير عايز اشوف خدمه. صحيح. طبعا هتبقى انت موجود، وحاضر اجيلك. هبقى موجود هجيلك، حتى في الفرع هجيله الفرع برضو، هيشوفه، هتحط تريتمنت بلان تمام، هتعمل مثلا انه عند الدكتور الفلاني، هتعمل الريدكشن عند الدكتور الفلاني، هتعمل مثلا الامبلانت عند الدكتور الفلاني او معايا مثلا، او تشوف بقى هتعمل ايه. يعني بتحط له الخطه واضحه صريحه كامله مكمله. بالظبط. حلو. طيب احنا فتحنا العياده الاولى، فتحنا العياده الثانيه، ما شاء الله بقى عندنا مراكز، بعد كده فتحنا المعمل، الميلينج ماشينز ابتدوا يزيدوا، واحده والثانيه والثالثه، بقى في معمل خلاص بقينا نخدم عليهم. الكورونا خلصت، ابتدى الاجانب يجوا، السياحه كل حاجه بقى تمام. بالظبط. انت لما فصلت بقى قوات بقى المعمل بقى قوه لوحده، فهو بقى كل شويه بقى عايز يكبر نفسه، عايز يكسب، فهكبره كانتيتي لوحده. بالظبط. بقى دلوقتي هيئه مستقله خالص بقى. يعني كان في الاول جوه العياده، دلوقتي بقى في شقتين لوحدهم. خرجت انت بقى لحته جديده خالص، او لفصل جديد من المسيره بتاعتك، وهو التصنيع. دي بقى قصه. كلمنا بقى عن، لان انا سمعت في دول وسمعت في حاجات بلوكات زركونيا، يعني موضوع طويل، فكلمني بقى عن موضوع التصنيع. هقول لك. انا طبعا عند دكتور عاصم من البدايه دايما برضو هو لازم نلف ونرجع. احنا محتاجين نعمل حلقه عن الدكتور طبعا ده لازم. هناك انا اتعرفت على دكتور محمد عاطف، عند دكتور عاصم. طبعا دكتور محمد عاطف يعني برضه مجازم عندنا عياده برضه. دكتور محمد عاطف يعني بس انا شفناه في بداياته، في البدايه خالص. هو راجل جميل يعني. جدا. وهو بقى ان احنا كنا بنتدرب احنا الاثنين عنده زمان. بالظبط زمان. ده ساعه عين شمس بالظبط. وكانت لا في عياده الدكتور محمد عاصم بقى في مصر الجديده. انا عايز اقول لك ان كل التفاصيل اللي انت بتحكيها دي انا اول مره اسمعها، فانا بالنسبه لي انا مستمتع جدا ان انا بسمعها. يعني دي قصه. فربطتنا بقى صداقه على المستوى الشخصي. حلو. وهو راجل يعني عالم بما تحمله كلمه عالم. هو ستاف جامعه وعالم. لا يعني في ناس كتير ستاف جامعه، بس انا قصدي مميز في مميز جدا في مجاله، فراك جدا. يعني انا مهما انت كنت بتشوفني نشيط، انا في 2 ما اقدرش اعديهم في النشاط، دكتور عاطف ودكتور محمد عاصم. يا سبحان الله. يعني دول بالنسبه لي مثل اعلى في النشاط. يعني انا بيقعد ناس كتير بتيجي تقول لي انت بتعمل كل الحاجات دي ازاي مع بعض، اقول لهم انا ولا حاجه. ودكتور عمرو خادم طبعا، معلش طبعا انا مش هتكلم يعني دول انا بشوفهم. يعني انا بعتبر الناس بتيجي تشوف النشاط اقول لهم لا انتوا ما شفتوش النشاط. صحيح. يعني اللي هو يقدر يضرب مليون جبهه في وقت واحد، مخه قادر يستوعب كل الكلام ده. طبعا دكتور محمد عاطف يعني هو بقى لما حصل مشكله في زراعه توت في وقت ما، حصل مشكله في السيفمنت وحصل فيلير كتير وحصل لخبطه كده، قال لي احنا لازم نصنع زراعه. قلت له انا معاك. ده الكلام ده كان امتى بقى؟
ده 2013. 13 ده من بدري قوي يعني، الكلام ده احنا مش جديد. بادئين، الدكتور عاطف بادئ من بدري قوي قوي. 2013. بدأ الاول في محاولات كان الاول، ساعتها ولا في ازمه دولار ولا كان في ما كانش في مشكله اي في حاجه، بس استيراد كانت ولا كان في ازمه اي في حاجه. النو هاو. مم. يعني هو راجل، يعني هو بصراحه انقطع تماما للموضوع ده. ده انقطع تماما، يعني قطع عن الشغل، قطع عن كل حاجه في حياته عشان عشان يقوم القصه دي. عشان يقوم القصه دي. يعني مم. انا ممكن يكون دوري فاينانشال وايز ودعم معنوي، مم. اما هو البطل، وهو صاحب النو هاو. صاحب القرار وصاحب النو هاو وصاحب كل مم. حاجه. مم. وانا بس هو اقول له الله يا ريس ايه الحلاوه دي، كمل يا كده هو باشا. ايوه كمل. وهو يستاهل صح. مم. مم. يعني هو يعني انا ركزت تركيز تام في العياده من 2015 لغايه دلوقتي. هو بقى ركز التركيز التام في ال 2015 ده لغايه، يعني بدأ من 2013 محاولات، وفعلا نجحت المحاولات، وكان بيعمل، بس كان بتعمل سنجل بيس قبل مم. ما تعمل بقى تو بيسز ويبقى مم. مصنع موجود دلوقتي. مصنع بدايته من 2018، قبل كده كانت بتتعمل بشكل اجتهادات شخصيه. اجتهادات شخصيه اه. وبشكل مخروطه بلدي والجو مم. ده. دلوقتي بقى مصنع بقى و... وعايز اقول سي ان لك، سي ماشين وعايز اقول لك ان وتراخيص احنا في الكورونا برضو جت الناس، احنا كنا مأجرين المصنع، انا الست عايزه تشتري المصنع، قلت له خلاص هنشتري عايزه المصنع، تبيعه. هتبيعه. مم. واشترينا المصنع، وكان برضو في ده وقت بالك الكورونا، كبير بقول لك جدا. انا وقت الكورونا اه. فلست انت صرفت تماما كل الحاجات اللي عندك في استثمارات. في استثمارات بلا هدف، اللي هو يعني يلا بينا، يلا هنا يلا بينا. وربنا طبعا كرم فيهم جميعا يعني. وبقول دايما ان هي الصديقه واختيار الشركاء الشريك بالظبط. او الرفيق بقى، هو بقى الرفيق، هو شريك. محمد عاطف ده خلاص. رفيق، يعني اه. اخ، يعني مم. مش رفيق عادي، يعني مم. ده اخ او مم. اكتر من اخ كمان. مم. وهو الراجل يعني قطع حياته كلها للمشروع ده، وفعلا نجح فيه نجاح يعني مبهر. مبهر. مم. وبعد كده بقى فكرنا دلوقتي بقى، احنا قلنا بقى نفكر، طب احنا البلوكات الزيركون بقى نعمل ايه؟ احنا عشان نرجع بقى نعمل بلوكات زيركون. اه. وشوفنا طبعا وايت ستون عاملين مصنع، يعني وايت ستون ومصنع زيركا جلوم عاملين شغل رهيب. هو بقى احنا ناخد الدايره بقى زي ما بقول، انت كل ما تقدر تاخد الدايره من بدايتها انت تقدر تنزل السعر. انت بتقول لي ما انت لو انت بتعمل الزيركون او انت اللي بتعمل الزراعات او انت هيبقى مكسبك يعني بدل خلاص اكس هيبقى توفرت 10 اكس، المكاسب دي. ففي بقى الاخر مكسبك 10 تقدر اكس على طول. تتحكم في السعر. بتتحكم في السعر وبقى مكسبك 10 اكس على طول بنفس الرقم اللي انت كنت بتحطه قبل كده وما بتكسبش منه. مم. بس بس في ناس في الحته دي دايما تقول لك اصل انا دكتور سنان فانا عايز اشتغل في الحته دي، وفي واحد ما يقول لك بقاش انا بتاع ينفع تصنيع دلوقتي. فانا هتكلم في التصنيع. لا انا ماشي، انا ماشي. هو لا طبعا دكتور اسنان مش هطلع بره، بس انت ما ينفعش تبقى فلوسك كلها جوه العياده فقط بقى خلاص. مم. يعني او ان انت دلوقتي كمان العيادات ما بقتش زي الاول، مم. بقى تكلفه فتح تكلفه غاليه، العيادة فتح او عياده تشغيل غاليه، حتى كمان صعب. وتشغيل عاليه قوي. مم. والمكاسب، واللي انت لسه بقى في السوق، انت مثلا بين دكتور سنان، كل دكتور سنان ودكتور سنان بينهم دكتور سنان، مم. فطبعا بالعدد الخريجين منافسة بقت الكبير بقت رهيبة. منافسه بقت قويه جدا. مم. فعشان كده بقول ان لازم يبقى في وقفه في النقطه دي. يعني لازم يبقى في نظره لعدد الخريجين طب الاسنان. انا هقول لك على حاجه بسيطه يعني. ايوه. انا ابويا خريج 67، مم. رقم القيد 1000. في النقابة. في النقابه 1100. انا رقم قيدي 2007، هو يعني فرق بيني وبينه 40 سنه، 29000. مم. خلاص النهاردة دلوقتي احنا بقى من فوق ال 120000. فمن 2007 ل 2026 يعني ما كملناش 20، يعني فرق بيني وبين ابويا 40 سنه. كل ده فرق عدد دكاتره بس حوالي 28000 دكتور. مم. من 2007 ل 2027 زدنا 100000 دكتور. انت متخيل؟ رقم كبير جدا طبعا. مهول. رقم مش عادي، مهول. بتطلع دكاتره ويعني قدامهم لسه منافسه قويه. ايوه يعني حضرتك تقصد ان انت شايف ان في الحته دي هل احنا نقلل عدد الخريجين ولا الناس محتاجه تفكر بشكل مختلف؟ اللي هيتخرج الاتنين. بقى محتاج يفكر اللي بشكل اتخرج خلاص مختلف. ده لازم يفكر بشكل مختلف. تمام. واللي لسه هيخش القصه واللي هيخش القصه بقى لازم يبقى احنا نفكر له احنا بقى بشكل مختلف. يعني هو اللي هيتخرج دلوقتي بقت المنافسه قويه، لازم يبقى متميز في حاجه غيره مش متميز فيها. يعني ما ينفعش ديجيتال يبقى دكتور سنان بس ما ينفعش. لازم ديجيتال مثلا. في ناس شايفهم في التصوير، في ناس شايفهم في الماتيريالز مثلا، شغالين في الماتيريالز كويس، تصنيع. لازم يعني لازم يطلع بره سكوب انا دكتور سنان عادي.
خلاص، او بقى خلاص هو اختار العياده او الشغل مفيش مشكله، لازم يبقى قادر يلم الحاجات التانية اللي بتنجح العياده. ماركتينج مثلا، اللي يجيب مثلا دكتور يعني هو مثلا عنده ديفو في حاجه معينه، يجيب الدكتور يكملها له. يكملها له. انما دكتور سنان بس من البدايه كده صعب جدا. بقت صعبه جدا وبقت محتاجه. وبعدين الدكاتره مش متعلمه كويس برضو، يعني مش متعلمه كويس. انا في سوق العمل مش فاهم سوق العمل لسه، ومعاه اهله فاتحين له عياده بجميع الامكانيات، وهو طب ما هيجيب الاساس بقى، العيان ده هيجيبه منين؟ اكسبيرينس ولا العيان؟ العيان نفسه العيان هيجيبه منين؟ اه هيجيبه منين يعني؟ هو طلوع السلم لازم يبقى يا اما درجه، وانا هتبدا درجه مثلا من شعبي الاكتر لاحسن، او هتتعلم عن ايه الدكتور مثلا بشكل معين، وهتحفظه كويس قوي، تشربه كويس قوي 4-5 سنين، تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه بالظبط، وبتشتغل الشغل ده كويس قوي، وبعد كده تطلع بقى انت تقدر تواجه الناس بره. والحاجات البارا ميديكال بقى بقت دلوقتي فيها شغل كويس. الديجيتال معمل، انا دلوقتي ناس كتير قوي في المعمل عندها دكاتره سنين وبيعملوا شغل بيعملوا رهيب، ديزاين، بيعملوا كل حاجه ورهاب يعني، وبيكسبوا كويس. فالفكر نفسه اتغير خلاص. يعني انت اولادك النهارده لما يجوا يخشوا ان شاء الله جامعه، يخلصوا جامعه، هل تقول لهم يخشوا طب اسنان؟ لا، مش هتقول لهم يخشوا طب اسنان؟ لا، انا بقى لو يعني انا لو بايد انا يعني الصناعه طبعا. الصناعه طبعا. يعني انت النهارده حاسس ان الصناعه احسن بكتير من طب اسنان او المجال؟ بص هقول لك على حاجه، احنا بنلف وهنرجع للحاجات الرئيسيه. وعلى فكره ده بدا دلوقتي، الناس تبدا تفكر في الذهب، فضه، الارض. يعني ما بقتش بقى مثلا اللي معاه شقه هو ده يعني زمان كان عقارات هي اللي ماشيه. دلوقتي خلاص عقارات برضو بقى كتير. هي الفكره ان احنا بنرجع لورا في الزراعه، الصناعه، الارض، الحاجات الاساسيه هي دي بتاعت زمان. حتى الديجيتال بقى متطور قوي، وبقى ممكن انت مثلا حاجه تيجي جديده ترمي كل القديم، زي مثلا ما نوكيا اختفى مره واحده. يعني انت دلوقتي ده ما بقى يعني بقى على كف عفريت. اما الحاجات اللي ما فيهاش الكلام هي الحاجات الرئيسيه، الزراعه، الصناعه، الحاجات اللي زي كده. طيب ايه اكتر حاجه حضرتك عملتها وكسبت منها فلوس، وايه اكتر حاجه عملتها وخسرت منها فلوس؟ مش عارف اصلا، انا حسبة الفلوس اصلها براي خالص. يعني بلاش فلوس حتى، يعني هقول لك على حاجه، انا هقول لك ممكن يعني تكون كسبتك، مش شرط فلوس يعني. انا فاهم. التحول وقت الكورونا ده انا شايفه ان هو كسبني حاجات كتير. انت استثمرت بكل ما تملك في كل حاجه حواليك، كل حاجه بين فيهم العلم. يعني انا بقول لك احنا جبنا دكتور مصطفى وقال لنا علمنا نتعلم ديجيتال، نتعلم يعني بين فيهم العلم. احنا كل ده قدرنا نعمله. يعني استثمارك في العلم انا شايفه دايما هو ده استثمار النجاح. دي اكتر حاجه او يعني كسبتك الماستر اصلا، يعني الامبلانت، التقديم الماستر الامبلانت، التعليم اللي جوه ماستر الامبلانت مش هتشوفه في حته تانية. يعني ديجيتال طبعا، تعليم الديجيتال دي حاجه برضو ما فيهاش كلام. يعني اي استثمار فيه تعليم انا شايفه ده مكسب. طب ايه الحاجه اللي عملتها حسيت ان هي خسرتك؟ برضو مش شرط فلوس، مش لازم فلوس. مش عارف، بس انا اصلا مش من الناس اللي بحس بالندم قوي اصلا. يعني حتى لو خسرت او يعني لو ما كنتش عملت دي كان هيبقى احسن مثلا. مش عارف والله. يعني مش عارف، مش حاسس ان انا في حاجه ان انا ممكن اقول في يوم من الايام انا ما كنتش عملتها. لا بالعكس، انا اي حاجه عملتها حتى لو كانت غلط مبسوط بيها. لان هي ممكن الحاجه الغلط دي علمتني ان انا ما اعملهاش تاني او ما حصلش فيها حاجه. والحاجه الصح بالعكس هي زودت مكسبك بشكل او باخر. طيب حضرتك، انا يعني واضح من كلامك كده انت استثمرت في العياده، واستثمرت في معمل، واستثمرت في فروع جديده، واستثمرت في تصنيع وهكذا. ما فكرتش ان انت تستثمر بره المجال خالص، او تستثمر بره مصر خالص؟ لسه دلوقتي بعمل فكره كده، مش عارف دي ده بره المجال؟ بره المجال خالص بقى يعني، بس مش بره مصر؟ لا مش بره مصر. انا على فكره مصري قلبا وقالبا. انت يمكن بس تلاقي في الاغاني، حتى الاغاني لا بشوفها في ستوريز كتير بتنزلها. أيوة كده اغاني وطنيه لازم، وسلام يا سلاحي ايوه لازم. انا يعني قلبا وقالبا مع لان في برضه مع الازمات اللي حصلت في الفترات اللي فاتت دي، ناس ابتدت تفكر تروح دول عربيه، ناس ابتدت تفكر تروح حاجات في اوروبا. زي ما حضرتك قلت كده، في جاب موجود في طب الاسنان في الحته دي. يعني عقارات بره ماشي،
يعني ممكن افكر في ده، بس ان انا اعيش بره او ان انا مثلا احصل حتى على الولاده على الجنسيه تانية، انا ضده قلبا وقالبا. انا ما اعرفش، بحس ان انا مش صح. مش صح. وبعدين بحس ان ربنا يعني العمل الصالح هو اللي هيفضل سيمكث في الارض. فانا هحاول دايما اكون ان انا العمل الصالح ده، انا واولادي وكل الدايره اللي حواليا، انا وبتعمر هحاول في الارض دي. في الارض دي. وعلى فكره كل الدايره اللي معايا حوالي عارفين الكلام ده، يعني دايما تلاقيهم اقول لهم بصوا انا هعمل الصح ايا كان نتائجه عليا ايه، انا هعمله وخلاص بقى، واحنا ربنا معانا وربنا وانا معانا. يحاسبنا. بالظبط كده. طيب فانت بتقول لي بقى في حاجه انت كنت بتفكر انا تستثمر كنت فيها بفكر بعيد عن اعمل المجال خالص؟ يمكن ان شاء الله نعمل قريه سياحيه صغيره كده. قريه سياحيه ده حتة موضوع تاني خالص. بره خالص. بس لسه يعني بس عادة أنا واضح يعني إن حضرتك بتفكر دايما بره الصندوق، يعني بتشوف إيه اللي بره الناس الصندوق. بتفكرش فيه وتعمله. انا عايز اقول لك ان في حاجات كتير منها برضو بحض اجتهادات الصدفه. يعني حتى انا برضو. مؤمن بالقدر جدا. يعني ممكن تلاقي حاجه مثلا حد قاعد جنبي على القهوه قال إيه فكره رأيك في كذا؟ عجبتني يلا. فيلا بينا يلا. أيوة بس فكرة القرية السياحية دي جت منين؟ هقول لك، انا كنت عايز الولاد بيركبوا خيل وكده، فعايز ان انا اخد حته ارض اعملها اسطبل أو وعزبه مزرعة. كده صغيره، طريق مصر اسكندريه الصحراوي. ماشي. لقيت الاسعار هناك مبالغ فيها قوي، ماشي فقلت طب ادور في مصر طريق مصر الفيوم. ماشي. فلقيت هناك معظم الاراضي وضع يد، فطبعا مش عايز بقى وجع أخش في دماغ القصص دي المهم وتتاخد قالوا بعد كده. لي في ارض كده فين بقى؟ على بحيره قارون في الفيوم. فيوم. فعلا الارض كان عليها مشكله، وسبحان الله اتحلت في انت ثلاث ابن دقايق حلال يا إلا دكتور خالد ربع. في 3 دقايق إلا وانا من ربع. قعدتي دي اللي اكتشفته ان انت ابن حلال. ايوه 3 دقايق الا ربع يعني. ماشي. فكانت سعرها مناسب جدا، واتحلت المشكله قبل ما الناس تفوق ان هي اتحلت. فخدنا، وبعد ما خدتها اكتشفت ان كل الاراضي اللي حوالينا بتتعمل زي كامبات او حاجات زي كده. جميل. ف حوالين البحيره بقى حوالين البحيره، هي بس على البحر على طول. تمام. بحيره قارون. يعني قلت طب واي نوت بقى، طب يلا لقيت كذا، طب يلا نرسم رسمه حلوه، نعمل كواخ كده بيئيه حلوه شكلها. ولسه يعني احنا وابتدى الموضوع وابتدى الموضوع، بس لسه يعني لسه بنناطح بعض فيه. والله ربنا يكرمك يا ان شاء دكتور والله. الله. بس انت عاملها علشان مزاجك، يعني عاملها عشان انت لا حاجه. دي لا خلاص لا بقى. لا اقصد ان انت اوريدي كنت يعني عايز حابب. اعملها عشان مزاجي. بس هو مزاجي مش مكتوب له. فلقيت ان لا دي ممكن تتعمل قريه سياحيه وتتاجر والناس بالظبط، تيجي والناس تأجر بقى فيها تنبسط وتعمل وتيل فكره وبتاع. بره اوتيل وتروح عامل جوه عياده اسنان. ايوه بقى ما حدش عارف بقى اللي جاي فيها ايه. ونعالج فيها فرع الناس الفيوم وبتاع، هناك. فرع الفيوم. ممكن برضه تكون شيء جاي. بقول لي بقى عشان نجهزها دي. اكيد ان شاء الله. ماشي. هسألك كام سؤال كده يا دكتور وتختار منهم حاجه من الاثنين يعني. يلا بينا. العيان بيروح للاشطر ولا الاشهر؟ الاشهر دي خلاص. يعني دلوقتي فكره ان انت تبقى في السوشيال ميديا، طبعا السوشيال ميديا مهمه وكل حاجه، بس ما بقتش الاساس. يعني خلاص، يعني دلوقتي الناس الورد اوف ماوث برضه هيلف لفته، كل حاجه بتلف لفتها وترجع لاصلها. اصل دايما كان بيقول لك ان دي بقت مدرسه قديمه للورد اوف ماوث، ان انت تقول ده حلو فيقول اللي جنبه فيقول. انما دلوقتي بقى اشهر بيظهر بسرعه جدا، فالناس بتروح له، ولو هو اشطر بقى كمان الموضوع بيفرق كتير. هو لو مش اشطر مش هيفضل. هيروح له واحد يقول لا وخلاص، دايرته هتموت بسرعه. اما لو هو الاشطر هيوصل. انا شايف ان الاشطر احسن طبعا. فالعيان هيروح في الاخر للاشطر ده 100%. تمام. طيب تشتغل بفلوس كتير بفلوس قليله ولا قليل بفلوس كتير؟ تشتغل كتير بفلوس قليله ولا قليل بفلوس كتيره؟ كتير طبعا، فلوس قليله يعني. كتير دي مدرستك دي متعه. بس حتى يعني في ناس بتوصل لمرحله كده تقول لك لا انا مش قادر اخد عدد العيانين ده كله في اليوم. ما هي دي بقى الفكره، ان احنا فعلا كنا في الاول فعلا كنا بنيجي اوقات مش قادرين. بس بقينا نتوسع خلاص. انا بدل ما كنت 2 يونت بقينا 4، بقينا 6، بقينا 8، بقينا 22 يونت، بقينا يعني المهندسين لوحدها 150 دكتور يعني. يعني هنروح يعني بدل ما كان الدكتور بياخد 10 حالات مثلا في اليوم، هياخد 3-4 حالات اللي بياخدهم اي دكتور طبيعي في عادي في وقته، بس هيبقى موجود في الوقت ده. تمام. طيب تفتح عياده جديده ولا تتوسع في نفس المكان؟ تتوسع في نفس المكان. نفس المكان لو حاجتي انا. تمام. طيب تدفع في علم جديد ولا في اعلانات جديده؟ ده علم. ده قولا واحد خلاص. طيب عياده كبيره مع شركاء ولا عياده صغيره لوحدك؟ زمان كانت عياده صغيره لوحدك، دلوقتي لا، عياده كبيره مع شركاء. دلوقتي
لو انا يعني النصيحه للجيل الجديد، لو كل مثلا عندك كل واحد مثلا متميز اندو، متميز كراون، متميز امبلانت، اعملوا مع بعض عياده. هتفرق كتير. ليه؟ لان حتى العياده الناس ما بقتش تروح عايزه تعمل كل حاجاتها في عياده واحده، وعايزه تشوف مؤسسه، فده يبقى احسن. حتى تكلفة العيادة تتقسم عليهم، تقسم يبقى عليهم، أحسن. بس هي شروط الشراكة بقى. الشراكه. انا لسه كنت هقول لك في برضو مقولة بتقول لك المركب اللي ليها رئيسين لا، ما ينفعش يبقى ليها رئيسين. لازم يبقى واحد. ينفعش حتى يبقى وفي ليها رئيسين. شركة. حتى لو في شركه، وممكن ان الرئيس ده ما يبقاش دكتور كمان. مم. لا، الاداره بقى انا يدير. اكتشفت ان دي يعني دي لو انت هتسالني على حاجه ندمت، انت بتقول لي حاجه ان انا ما قريتش عن الاداره من زمان. مم. يعني دي حاجه مهمه، وهي علم فعلا. ومهم ان انت تعرفه علشان تعرف تكبر. بالظبط. وسيكولوجية البني ادمين، انت تحفظ سيكولوجية اللي قدامك. يعني انت ممكن تبقى انت قاري اللي قدامك هو عايز ايه، عشان نجيب من الاخر يعني. عشان نخلص. عشان نخلص. طيب، وكيل قوي واجهزه دون المستوى، ولا جهاز قوي ووكيل دون المستوى؟ بما انك جربت بقى كل اللي في السوق دلوقتي. لا، انا بقول وكيل قوي. وكيل قوي. طيب. يعني ممكن انت تقدم برودكت، مش هقول سيء، بس انا هقول متوسط، بس انت وكيل قوي هتغزو. عايز اقول لك شغل السنان بتاعنا، انت لو بتعمل مثلا لو انت المراكز الكبيره، انا بتكلم عن المراكز الكبيره، مش هتكلم بقى على العيادات. لو انت في مراكز كبيره بتعمل شغل، مش هقول لك وحش، شغل متوسط يعني، ما فيهوش اخطاء طبيه. ممكن يكون مش ستاتيك، مش واو، ومش انت مش هتعرف تصور الصور الخطيره اللي بتصور دي، بس انت بتقدم برودكت طبي سليم بس وبكواليتي ثابته وعدد كبير، لا انت هتكسب. هتكسب. ما هي دي اسمها مدرسه خالد ماهر. دي حقيقه. طيب، حضرتك شايف عياده كيور دينتال، لو احنا هنرتب عيادات في مصر كده، رقم كام من حيث الكبر وحيث الفلو؟ بص، فلو ممكن نبقى احنا رقم واحد. عدد. حضرتك عارف في مصر دلوقتي في عيادات، يعني في اسماء كده معروفه كده، في 3-4 اسماء. انا بتكلم على فلو. لا، ما اتكلمش على مكسب. هو ممكن يبقى بيكسب ولا يعني برايسز، يعني هو ممكن يبقى بيكسب اكتر مني، وممكن يبقى يكسب مني اكتر مني 10 اضعاف، او يعني طبعا ربنا يبارك لهم جميعا، بس فلو لا رقم واحد. احنا مفيش زي. لا. يعني مثلا تقدر تقول لنا بتعمل كام عيان في اليوم؟ في كام عيان بيزور العيادات بتاعتك؟ او يعني بلاش نقول السؤال بالطريقه دي، نقول عياده كيور دينتال بتخدم كام عيان في اليوم؟ ممكن 200 مهندسين. ده في عياده واحده؟ مهندسين. لا، انا بتكلم على العيادات كلها. لا يعني ما اعرفش العيادات كلها، بس انا هكلمك على فرع مهندسين عشان ده اللي هو المين اللي ممكن يبقى ده الاكبر الفلو. ممكن نقول بعد كده اكتوبر ومدينة نصر. كام كده يعني بنتكلم بقى 50 60 كده. يعني لو متوسط 50 عيان في 6 عيادات. تقريبا. غير 200 بتوع المهندسين يعني كده بره الحزب. بره الحزب تقريبا. احنا بنتكلم في 500 عيان تقريبا في اليوم. طيب، ده فلو ما شاء الله مرعب يعني. فكونك قادر تدير ال 500 عيان دول يطلعوا بنفس الكواليتي، ده موضوع مش سهل ابدا. هو ده انا بقولك ان ده مش خالد ماهر بقى. ده بقى كيور. خالد ماهر ده كيور. تمام. طيب، حاجة نفسك تكون عندك وحاجة نفسك ما تكونش عندك. حاجة نفسك تكون عندنا خالد ماهر او كيور، يعني انا بقيت حاسس ان كيور ماهر هو خالد وخالد هو كيور. بص، حاجات دنيا لا، ما عنديش اي حاجه دنيويه. حاجه بقى عشان الشغل برضو، ما احنا بنتكلم في الشغل في الاخر. لا، في الشغل لا، يعني ما فيش حاجه. لا، تكون في حاجه زياده تكون عندك. لا خالص. انا كل اللي نفسي فيه ان احنا يعني ممكن دلوقتي ان يبقى في ريجوليشن احسن شويه. موضوع الحاجات التظلمات الطبيه والقضايا والحاجات دي كترت قوي، وما بقتش فيها ريجوليشن محدد. هل تعرضت لحاجه زي كده؟ طبعا. في حد رفع عليك قواضي يعني مش بس هي مش مشكله انه رفع عليك قواضي، دي مش ازمه ان هو لا، اقصد ان في مشكله كبرت مع عيان وتطورت انه يرفع قضيه ويروح على فكره برضو ده حقه، انا ما عنديش مشكله. انا بتكلم على الابتلاءات، يعني انت واحد تبتلي على واحد وهو ما عملش حاجه. الافتراءات بقى. انت تروح تفتري عليه انه ده ما حصلش عليه. وده حصل مع حضرتك؟ ده بقى ده ترند دلوقتي. يعني يجي يقول لك انا عملت ده عند الدكتور خالد وهو مش وحصل لي بعديه مضاعفات، حصل لي فيه اي حاجه مثلا اندو مثلا. طب حضرتك بتثبت العكس ازاي؟ لا، بتقدر تثبته، بس انت احساسك وقتها سخيف. طبعا.
يعني انت ان في بتحس مشكله وان حد بيتبلى عليك. عايز دي اقول طبعاً لك ان ممكن حد ده انت تبقى انت عملت له حاجه ببلاش اصلا. اصلا، مم. يعني عادي جدا. بس انا شايف انه لا برضو سبوبه، بقت سبوبه. اكيد برضو السوشيال ميديا بقت وحشه جدا 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 في القصه دي، يعني مم. بقى سلاح مسلط على الاطباء. بس تقدر حضرتك برضو بالدوكيومنتيشنز اللي انت انا ما بتعملها هو مش هيوصل تصوير لحاجه، بس احساسك بقى عباره ما انت تفايت ان هو انا في الفايت. السمعه بقى. مش بس كمان سمعه، يعني الفايت النفسيه دي انا ضعيف جدا، بحبهاش. يعني انا ممكن اشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه، بس ما تخلينيش اقف اتخانق. مشكله واحده. لا ما تخلينيش اتخانق. يعني انا لا مشاكل تكنيكال عادي، حد ليه حاجه باظت، حاجه هنتعمل، لا 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 كل ده عادي في الديلي ورك، ده بيحصل، ده طبيعي. مفيش حد بيعمل خناقه بقى، اصل الخناقه دي ملهاش سقف. يعني لا انا بتكلم في مش اللي عارف هو تتخانق مع جدال مين. اللي هو مش هيوصلنا لحاجه. ده مش هيوصلنا لحاجه، يعني ده بقى وقت قاتل. بيضيع على الفاضي. وقت بيضيع. طيب ايه الخطوات المستقبليه للدكتور خالد ماهر؟ معاش بقى حلوه قوي كده. لسه بدري يا دكتور خالد، لسه بدري. ممكن تبقى اقول حلم مثلا، لو انا هحلم مثلا حلم اقعد في الفيوم مع الاسطبل. ايوه ده حلم، لا احلام، لا ان ده انا بجد حلم من الاحلام. طبعا ده انا ده تحب يعني الطبيعة. ده ان شاء الله ده تحب الطبيعه. احب اقعد كده خضرة. بالجلابيه ونقعد بقى كده وبتاع وما نعملش اي حاجه. وابص في السقف كده عادي، ما عنديش مشكله، او اصطاد سمك ان شاء الله. ده سهل يتحقق يعني. ده عادي. طيب اللي مش اما سهل انا اللي بقى. بقى مش سهل ان انا نفسي ان انا نعمل مؤسسه كبيره قوي للسياحه العلاجيه في مصر. مش مؤسسه، يعني هنجيب احسن الدكاتره اللي موجودين، وانا دول انا متاكد ان هم موجودين. بس يتحط لها فريم مظبوط، يعني تعملها فريم مظبوط وتبقى اضافه انا طول عمري نفسي ان احنا نعمل حاجه حلوه لبلدنا. انا شايف ان ده يعني الاحلام ان ده يبقى بشكل هو ده بيحصل. والدكاتره الكبيره في مصر ما شاء الله بيجي لها ناس كتير من بره مصر، وشغل هنا خطير يعني. بس انا بكلم ان ده يبقى اطار منظم. يبقى منظم واطار رسمي، يبقى فيه سياحه علاجيه، ونبقى عاملين زي تركيا كده. هم تركيا سبقونا في الحته دي، سبقونا وهم ما عندهمش الامكانيات زي اللي موجوده هنا في مصر. يعني انت عندك فنادق هنا في مصر مش موجوده في حته. عندك هوسبيتاليتي للناس، هم في تركيا ما عندهمش هوسبيتاليتي. ده يعني ومناظر سياحيه ومناطق سياحيه ومناظر هم عندهم مناطق رهيبة. سياحيه، بس ما عندهمش مثلا واحد بيضحك في وشك. لا ده هم يعني كوتم شويه قوي 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 قوي. وبعدين كمان يعني بيتعاملوا مع العرب تعالي بشكل اما انت بقى حرام، انت عندك كل حاجه، انت كل اللي انت عايزه بس اطار تنظيم. وتبقى انت مثلا قادر ان انت ما يقابلش حد يضحك عليه او يعني خلاص يبقى الموضوع منظم باين ملامح واضحه. انا شايف ان ده حلم يعني نفسي الواحد يعمل. طيب انا يعني حضرتك قلت لي برضو ان بتشتغل تقريبا 12 ساعه في اليوم. دي حقيقة. الاسره فين بقى من ال 12 ساعه؟ معايا ما انا عارف ان موجودين منورينا هنا، بس اقصد يعني بتلاقي وقت تنام تريح تخرج. بعمل كل حاجه يعني في ناس بتقول لك دايما في الورك بالانس. لا ده الكلام ده بلح، مفيش. معلش انا الكلام ده تنميه بشريه بالانس ده مفيش الكلام. مفيش الكلام. اخلص في شغلك هديك كل حاجه تانية خالص، عشان بس نبقى متفقين. يعني انت لو ركزت في شغلك كويس قوي 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 مع الحاجات الدينيه طبعا الاساسيه، خلاص الصلاه والنيه الصادقه وكل الكلام ده، هيتبقى لك وقت تعمل اي حاجه. يعني انت بتهيألك يعني ان مفيش وقت، لا هو بس مفيش تنظيم بس عادل، او رؤيتك قصرة. لا عادي هتلاقي نفسك بتخرج وتقعد على القهوه عادي وتروح تعمل كل حاجه، تعمل كل حاجه عادي. طيب ايه النصايح اللي تقولها للجيل الجديد اللي داخل اسنان او بيتخرج من اسنان ولسه بيشوف بقى؟ احنا قلنا زي ما قلت لك اللي هيتخرج ان يدور على الحاجه الباراميديكال، يركز فيها كويس. لو خلاص قرر ان هو يبقى دكتور، يتعلم كويس. يعني اصرف على تعليم. على فكره التعليم ده مش لازم كورسات، مش لازم يعني اي حاجه. الزق لدكتور يا اخي شاطر، مش عايز منك اكتر من كده. تعلم منه، اشرب منه الجزء اللي انت عايز تشتغله لناقصك، وتعلمه اداره. انا إدارة يعني مهمة اداره مهمه جدا 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 يعني جدا جدا. ملخص المشاكل اللي قابلتك في حياتك كلها كانت بسبب طبعا وان انا اعرف نقط قوتك ونقط ضعفك. عادي انا زي ما قلت لك انا مش مدير شاطر،
جبت اللي يبقى مدير موجود وابقى متاكد ان هو شاطر وقادر ان هو يدير المنظومه دي كلها، وانا هاخد سيب لورا ويجي يقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا في حاضر. حاجتك. حاضر مخصوم لك. حاضر عنينا والله عادي جدا. ما انا عندناش أي كان مشاكل. كان في بودكاست كده بسمعه، كان بيقول لك لما بتيجي تعمل شركه جديده، تاسس شركه جديده، الاونر او صاحب الشركه دي هو بيحط نفسه مش رقم واحد، هو بيحط رقم صفر. ايوه ده دي حقيقه. يعني هو في هيجي واحد رقم واحد واثنين وثلاثه، انا مش موجود، انا رقم صفر. هم اللي بيديروا، هم اللي بيشتغلوا، هم اللي بيعملوا كل حاجه، انا في الاخر انا الاونر بس. انا الاونر بس. ويعني لا طبعا بيليك رؤيه وكل حاجه، بس بتتكلم مع شخص واحد. يعني انت مش بتتكلم بقى مع كل الناس دي، انت بتتكلم مع شخص واحد. احنا شايفين كذا، طب انتوا شايف ايه اللي قرارات اللي هتعمل؟ انا تمام. عشان انا ابقى معاهم في نفس لان انا برضو انا المشكله اللي بتواجهتني الجيل القديم والجيل الجديد. يعني دلوقتي الجاب اللي بينهم لا مش بس جاب. انا دلوقتي كنت شغال ودكاتره معايا منهم لخالد، تمام، فجاه ما بقاش منهم لخالد، بقى في حد تاني في النص، بقى في دكتوره نهى في النص HR بيقعدوا يجروا كده بقى حواليها فيرجع لك تاني من وراها في الاول. بيرجع بقى انا يتقال لي كده، انا يتخصم لي، انا مش عارف ايه. وانا طبعا اي حد بيقول لي اي حاجه انا عينيا ليك، انا ما اقدرش اخش في جدال الشركات. ايوه موظفين، فيعني ما اقدرش. هم برضو دول زي اخواتي. صحيح. بس انا يعني في الاول كان حصلت كام مشكله كده، وبعد كده لغايه ما بقى هم فهموا. مش بس تعودوا، هم فهموا ان ده لمصلحتنا كلنا. هم بقى لما بقوا شركاء وشافوا المشاكل دي نصب اعينهم، حسوا باللي انا ما كنتش قادر اوصله لهم بعد كده. بس ما مشاكل اتحلت. في نهايه حلقتنا دي انا مبسوط جدا جدا ان احنا اتعاملنا مع حضرتك، وكان لينا الحظ ان احنا يعني نسبلاي بعض الحاجات والاجهزه لحضرتك وللعيادات بتاعتك. لا طبعا لا ليك. ومبسوطين جدا ان احنا شهداء على التطور والنجاح اللي حضرتك وصلت له. اليوم انت هتيجي بكره صح؟ لا من يوم السبت ان شاء الله. هي مش واحده ان شاء الله، بس ماشي يعني. وسعداء جدا ومبسوطين جدا زي ما قلت لحضرتك كده ان احنا دايما بنشهد على نجاح حضرتك وتطور حضرتك. وان شاء الله منتظرين نعمل بودكاست تاني كمان 5 سنين او 6 سنين ان شاء الله، تكون حضرتك حققت في الفيوم بقى ان شاء الله. نعمله في الفيوم ان شاء الله. تكون حضرتك حققت الاحلام اللي انت بتتمناها. وفي نهايه حلقتنا احنا بنشكركم جدا، وان شاء الله في حلقه جديده وقصه نجاح جديده وبودكاست جديد في تراي جروب بودكاست.